ده هو بطلنا شو. كان ساعتها نايم، ولكن اول ما صحى الواد انصدم، لقى نفسه رجع بالزمن وما كانش فاهم اللي بيحصل. بيقعد يفتكر اللي حصل له، ولكن بتدخل عليه حبيبته. الواد اتاكد فعلا انه رجع بالزمن. البنت اللي بيحبها هنا بترمي له الحاجات اللي جابها لها، بتقول له مش عاوز اشوف وشك تاني. في اللحظه ديت شو بيفتكر اللي خلاها تسيبه، واللي باختصار يا صديقي ان شو قبل كده افتعل قتال مع شاب اسمه تيانا علشانها، لكن في النهايه تم ضربه وطرد والده لانه كان شغال عندهم في الشركه، وعلشان كده هي سابته لانها اعجبت بتيان. المهم شو هنا بيقول لها انت عاوزه ايه؟ طيب بتقول له لو كنت عاوز والدك يرجع تاني فلازم تروحوا تعتذروا انتوا الاتنين لتيان. البنت حرفيا بتستهزأ منه، ولكن شو ما كانش معبرها اصلا. بيقف هنا وبيقول لها ده في احلامك ده كله. بيقول لها انا مش رايح في حته ويلا بره. شو فعلا طردها، والبنت كانت متعصبه جدا. المهم بعد ما مشت شو كان عمال يعزز في قوته، واللي انت ما تعرفوش يا صديقي ان شو قبل ما يرجع بالزمن كان احد عظماء الليتشي. شو هنا بيستدعى سيفه ولكنه كان مكسور، بيحس بالاحباط شويه ولكن جسمه كان بدأ في التعافي. بيجرب يستخدم قوته وبوم الحيطه اتدمرت تماما. بيروح بعدها يعزز هالته في مكان تاني، ولكن فجأة بيلمح صاحبه. كان ساعتها بيتم الاعتداء عليه من العيال دول، وشو كان شايف كل حاجه. الواد ابو شعر احمر ده كان هيضربه، ولكن فجأة شو كان ماسك دراعه. الواد انصدم اول ما شافه، ولكن شو كان مس عليه. شو كان متعصب منه جدا وقال له اهرب والا هقتلك. صاحبه كان مستغرب من اللي بيعمله وقال له انت بتعمل ايه هنا؟ الواد ابو شعر احمر بيستهزأ منه وبيقول له انت ازاي عندك الجرأة تورينا وشك تاني؟ الواد اللي جنبه ساعتها هجم على شو، ولكن احلى مسا عليك. شو طبق له وشه والكل ما كانش مصدق. بيهجموا عليه واحد ورا التاني، ولكن ما كانش في حد قادر يتعامل معاه. شو بعدها بيستخدم احدى مهاراته والواد شعره طار من مكانه. بيقول له هسيبك المره دي، ولكن لو شفتك مره تانية صدقني هتندم جامد. العيال فعلا بتمشي، ولكن فجأة بيتدخل واحد هنا كان مفكر بيتم الاعتداء عليهم، ولكن اول ما شاف ايده انصدم. بيقول له هنا انت ازاي عندك مهاره اللي تشو عندك الجرأة لأذية الضعفاء؟ شو بيقول له يا عم انت فهمان غلط، ولكن ده كان هجم عليه، بس شو كان اصيع منه وهوبا غفله. الراجل انصدم من قوة الضربة، وهنا حس بحاجة غريبة. بيحط ايده على قلبه وكان بيتألم جدا. بيفتح عينيه هنا، والمفاجأة ان شو كان وراه. استخدم عليه احدى مهاراته السرية، وكان تفكيره في محله. عرف ان الشخص اللي قدامه ده مسارات الطاقة اللي عنده بايظة، لكن حرفيا بحركة واحدة من شو كان نص مساراته تم شفائها. الراجل انصدم وما كانش مصدق عينيه. الاعضاء اللي معاه كانوا وصلوا وعلى طول حاوطوا شو علشان يمسكوه، لكن تفتكر ده هيحصل؟ شو على طول فعل هالته وهجم على الاول. كان لسه هيقتله، ولكن معلمهم اتدخل واداله بالقلم. بيعتذر بعدها لشو، بيقول له اسف اني اسأت فهمك. بيشكره على شفاء جروحه، وشو بيقول له انا عملت كده لانك شخص طيب. بيشكره على حسن ظنه، ولكن بيقول له في حاجه عاوز اقول لك عليها. انا بنتي الصغيره تم ختم هالتها من فتره قريبه، يا ترى هل بامكانك تساعدها ولا لا؟ شو ما كانش مهتم، ولكن الراجل بيعرض عليه مكافاه. بيقول له لو عالجتها هديك فيلا، وعلشان تبقى عارف انها كثيفه بالطاقه الروحيه. شو بيقول له ده قليل جدا، ولكن يبقى اتصل بيا على الرقم ده. بيقول له تمام. وبعد ما مشى في احد الاشخاص بيرن على شو بيرد على الموبايل، واللي كان متصل هي حبيبته ياو، لكن وقتها اللي كان بيكلمه هو تيان. شو هنا كان متعصب على اخره، وتيان ساعتها بيقول له انت قدامك 10 دقايق، لو ما جيتش لعندي بقى فما تزعلش من اللي هيحصل لصاحبك. شو فعلا بيروح لعنده، واول ما دخل كان في واحد عاوز يغفله، ولكن بيرزعه واحده بيريحه مكانه. تيان ما كانش مصدق اللي شافه، بالاخص حبيبته ياو. بيروح هنا يفك صاحبه، ولكن في واحد بيهجم عليه. بيكون لسه هيقتله، ولكن شو كان اسرع منه واداله رجل طيره. تيان وقتها بيسخر منه وبيقول له كنت خاف المهارات ديت فين. بيأمر هنا العيال اللي جنبه بالهجوم على شو، لكن ده كان قبل ما يوصلوا كان شو بعتهم لمنطقه تانية. تيان ما كانش مستوعب، واللي هو ده ازاي كده. شو بيقرب منه هنا، والواد كان مرعوب منه جدا. يا بتقول له انت مالك خايف كده، ولكن بيزعق لها وبيقول لها ما اسمعش كلمه. البنت حرفيا ما كانتش قادره تستوعب انه زعق لها علشان حساله زي ده، لكن ساعتها بتدخل عليهم بنت قصيره كده بتسالهم هو مين اللي عمل المشاكل هنا. لكن اول ما شافت شو عرفت ان هو اللي عمل كده من الهاله اللي عنده. على طول بتهجم عليه، ولكن شو بيصدها. بيعرف ساعتها ان البنت اللي قدامه اعلى منه بمستوى، لكن حرفيا ده ما كانش مانع قصاده وقدر يهزمها بكل سهوله. البنت وقتها قالت ما بدهاش بقى، بتستخدم عليه احدى مهاراتها الفريده، ولكن الصدمه ما حصلش اي حاجه. تيان ما كانش مصدق اللي شافه وقال له انت عاوز ايه مني؟ شو بيقول له انت لحقت تنسى ولا ايه؟ فاكر لما اجرت واحد علشان يضربني؟ انت فاكر ان هنسالك ده ولا ايه؟ البنت اللي كانت بتحمي تيان ما كانتش عارفه بده، وهنا قالت له انت كدبت عليا ليه؟ لكن شو بيبعدها عن طريقه وبيقول له اعتذر يلا. تيان بيستهزأ منه وبيقول له ده في احلامك يلا. شو قال له طيب تمام. بيرزعه حته قلم، والواد ما كانش مصدق، كان متعصب عليه جدا، ولكن بيرزعه التاني. تيان ساعتها بيقول له طالما انت عندك الجرأة لفعل كده فاستحمل اللي هيحصل لك بقى. ياو بتحاول تهديه، ولكن بيقول لها ما اشوفش وشك دلوقتي. حرفيا ياو بتتضايق من شو اللي كان ساعتها مشى. في اليوم التاني بقى شو بيروح على مدرسته. اول ما دخل فصله بيضايقوه شويه عيال متنمره. الواد ابو شعر اخضر ده بيكلمه وبيقول له حواراتك كترت قوي، انت ما تعرفش ان تيان بيلعب
معانا كرة السلة في فريقنا ولا ايه؟ بما انك اسأت ليه فكأنك اسأت للفريق كله. شو بيقول له هتعمل ايه يعني؟ قال له انت وفصلك هتلعبوا كرة السلة ضدنا، اللي هيفوز هيعتذر للتاني، وحرفيا صف شو ما كانش موافق على الفكرة ديت. شو بيقول له تمام، وفعلا بيروحوا للملعب. صاحبه هنا كان خايف جدا وقال له انت ورطت نفسك في ايه؟ شو قال له ما تخافش انت وركز معايا. المباراة فعلا بتبدأ، واول ما الكرة طارت في الهواء كانت النتيجة 3-0 لصالح هاو. شو انصدم من اللي شافه ولكن اتحمس جدا. بترجع الكرة مرة تانية لهاو وبيروح علشان يسجل، ولكن صدمة بكل المقاييس. في لمح البصر شو كان قدامه واخد منه الكرة وسجل نقطة. حرفيا ما فيش حد قدر يمنعه، والعيال كلها انصدمت وما كانوش مصدقين اللي بيحصل. بيقعد يحرز نقاط ورا التانية وما كانش في حد قادر يمنعه. هاو وقتها اتضايق جدا، بيحاول يسجل ثلاثية هنا ولكن شو بيمنعه. الواد كان باين عليه الغل وقال ما بدهاش بقى. بينزل باقي اعضاء الفريق والعدد كان 8-2. العيال بتغش بكل معنى الكلمة، وشو ما كانش معترض خالص. العيال اللي بره كانوا شايفين ده وما كانوش حابين اللي بيحصل، لكن بقى شو كان مختلف عنهم وكان في اوج حماسته. هاو بعدها بينطلق علشان يسجل نقطة، ولكن شو كان قدام عينيه. بياخد منه الكرة هنا وهوب سجل احلى ثلاثية. الملعب كله اتقلب على بعضه، واللي هو ده ازاي كده؟ العيال بتحاول تمنعه باي طريقة، ولكن شو بيعدي من وسطهم بكل سلاسة. بيمنع هاو مرة تانية من التسجيل، وهوب جاب ثلاثية تاني. بيفوز بفرق 5 نقاط، والكل ما كانش مصدق انه قدر يفوز بالسهولة ديت. العيال بعدها بتكون ماشية، ولكن شو بيقول لهم ما نسيتوش حاجة ولا ايه؟ الواد ده قال له نسينا ايه يعني؟ شو بيقول له الاعتذار يا صاحبي. بيقول له اه صح افتكرنا. بيهجموا عليهم الكل في نفس الوقت، ولكن شو كان متوقع ده. بيعمل معاهم الصح يا صديقه، وبعدها بيروح لعند هاو. الواد كان خايف منه جدا. بيمسك ايده هنا وبيقول له هتنفذ اللي قلته ولا اكسر لك دراعك. هاو فعلا بيعتذر ليه، ولكن ده ما كانش مرضي لشو. بيعصر ايده جامد وقال له هسامحك المرة دي، وبعدها سابه ومشى. بيرجع بعدها البيت وكان عمال يعزز قوته هنا. الواد بينجح فعلا وكان في قمة السعادة. في اليوم التاني بقى كان راكب احد الباصات وكان رايح على مكان كده. بيقول لسواق الباص ينزله هنا، واول ما نزل العيال بتتنمر على صاحبه. المهم اثناء ما شو كان ماشي بيتصل بالراجل اللي شفناه في الاول، ولو انت ما تعرفوش يا صديقي فهو ده السيد يوان. يوان بيكلمه وبيقول له انت تاخرت ليه؟ شو قال له ما تاخرتش ولا حاجه، واول ما قفل معاه كانوا قدامه فعلا. بيدخل بعدها لجوه، واول ما بص انصدم، لقى البنت اللي كانت بتحمي تيان واقفه قدامه. الواد استغرب جدا ولكن مش اكتر منها. بتفكره نصاب ما يعرفش اي حاجه، ولكن ابوها بيقول لها انا متاكد انه هيقدر يعالجك. بتقول له تمام، وهنا بتروح لعند شو فعلا بيستخدم هالته، والبنت بتحس بحاجه غريبه كده. بيقدر فعلا يفك الختم اللي عليها، وابوها بيشكر شو جدا. بيديله مفتاح الفيلا اللي قال له عليها، وقال له لو عوزت اي حاجه فانا هكون سعيد بمساعدتك. شو بيقول له تمام، وبعدها سابه ومشى. بيرجع بعدها لصاحبه، والبنات دول كانوا عمالين يغلسوا عليه، لكن اللي بيعصبه اكتر انه شاف ياو وقتها بتروح لعنده وبتقول له انت عاوز مني ايه؟ شو ما بيعبرهاش اساسا، وحرفيا احلى قصف جابها. المهم بعدها الجو بيغيم عليهم وما كانوش عارفين يعملوا ايه. ياو وقتها بترن على تيانو وبتقول له تعالى خدنا علشان الجو هيمطر. شو بقى كان واقف في مكانه وقال لهم انا عندي فيلا قريبه من هنا، لو كنتوا عاوزين تيجوا معايا فانا ما عنديش اي مانع. العيال ما كانوش مصدقينه، ولكن بيروحوا يشوفوا اخرتها ايه. شو اول مره من البوابه الحارس بيفتح له، والكل كان مصدوم وقتها. بالفعل كلهم بيدخلوا، ولكن شو ما بيدخلش ياو. بتتعصب منه جدا، ولكن كان تيان وصل لعندها. بتقول له هنا انت لازم تخلص على الحساله ده باي طريقه. على الناحيه التانيه العيال بعد ما دخلت ما كانوش مصدقين ان هم جوه فعلا. البنت دي بتحاول توقع شو بالكلام، ولكن بيطلع لها مفتاح الفيلا. بيقول لها لو ما كنتيش مصدقه فيلا امشي من هنا. البنت حرفيا ما كانتش جايباها لبره. شافت البنت اللي اسمها تشوفها وفكرت ان هي دي صاحبه الفيلا، لكن ده حرفيا تشوف تصدمها وبتقول لها امشي يلا. البنت فعلا بتقع في شر العابها، وفعلا سابت المكان ومشت. على الليل بقى كان شو بيعزز في قوته. بيحس ساعتها بشعور غريب بسيفه، اول ما طلع بره انصدم، عارف ان هو ده سيفه اللي كان معاه من 10,000 سنه. الواد هالته بتتغير هنا، وكان متحمس للانتقام من الاشخاص اللي اذوه. في اليوم التاني بقى شو كان ماشي هنا، لكن فجاه بيحوطوا مجموعه اشخاص بعربياتهم. بينزل واحد ضخم كده، واتضح ان هو ده الشاب اللي تيان بعته علشان يضرب شو. العيال ساعتها بتهجم على شو، يا ريتهم ما عملوا كده. شو حرفيا بينزل عليهم بكل غباء، وما كانش في حد لاحق يشوفه. العيال بتقدر تغفله من ورا، ولكن ما فيش اي حاجه بتمنعه. بيهجم على الضخم ده، هوب احلى مسا عليك يا معلم. العيال بيترعبوا من اللي حصل، وهنا بيهجموا عليه كلهم، لكن ده قبل ما يوصلوا له كان شو روق عليهم حرفيا. على الناحيه التانيه بقى، وتحديدا عند الشاب هاو، كان ساعتها بيكلم تيانو وبيقول له انا بعت العصابه علشان يضربوا شو، مستحيل انه يفلت المره ديت. لسه بيقول له على اللي فيها ونلاقي شو طابب عليهم. يخرب بيت الجمدان اللي عندك يا صاحبي والله. العيال انصدمت تماما، ده اللي هو ازاي كده. شو هنا بيكلم تيانو وبيقول له يعني انت اللي بعت العيال ديت، لكن ساعتها بيعرض واحد في الكلام وبيقول له انت ازاي دخلت لهنا من غير اي اذن. بيروح يمسك شو من هدومه، ولكن شو بيرزعه قلم بيطيره. العيال بعد ما شافوا اللي حصل اترعبوا اكتر. بيهجم عليه واحد هنا على اساس
انه هيعمل حاجه ولكن بيريحه هو كمان. شو بعدها بيروح لتيان وياه بتعترض طريقه، لسه بتقول له انت عاوز ايه، ونلاقي تيان اخد رجل طيارته لورا، هي وحرفيا بتنصدم وبعدها شو بيغادر المكان. بعد اسبوع كان تيان في المشفى وكانت حالته حاله. كان ساعتها بيكلم والده هنا وبيقول له انت لازم تقتل شو. بيقول له تمام ارتاح، انت اخوك على وشك الوصول وهينتقم لك منه. على الجانب الاخر بقى بنروح لعند شو. كان ساعتها بيريح هنا ولكن بيدخل صاحبه عليه بيقول له عندي اخبار مش هتعجبك. شو ما كانش مهتم اصلا وقال له في ايه يعني. بيقول له هاو يجي هنا ومعاه واحد من هيئه التدريس. باختصار يا صاحبي ده عم هاو، احسن لك تتدرب في مكان تاني دلوقتي. لكن ده كان فات الاوان ووصل عم هاو فعلا. شو ما كانش مرتاح له خالص، وهنا عم هاو بيكلمه وبيقول له انا سمعت انك عملت مشاكل كتير هنا. صاحبه وقتها بيحاول يدافع عنه ولكن هاو بيمنعه وبيقول له مين سمح لك تتكلم. شو بقى كان متضايق منه جدا وهنا فعل هالته. بيمسك بعدها هاو وعمه كان مرعوب منه جدا، حرفيا عمه جري وسابه ويعني هاو اتفشخ لوحده. في اليوم التاني بقى كان صاحب شو بيكلمه وبيقول له هتعمل ايه في مشكله امبارح. شو بيرد عليه وبيقول له ولا اي حاجه، لكن وقتها كان حضر احد اعضاء هيئه التدريس وفصل شو. العيال بتستغرب هو ليه عمل كده بالرغم ان شو ما عملش اي حاجه. لكن على اي حال المدرس ده بيقول له انت عندك اعتراض على حاجه ولا لا. شو ما بيردش عليه اساسا، ولكن شين بتتدخل هنا بتقول له ايوه عندي اللي يثبت براءه شو. والمفاجاه ان كان معاها الشاب اللي شو ضربه. الحوار بيولع تماما وشو كان مستمتع باللي عمال يحصل. بيقف هنا وبيشكر شين وقال لها انا اسف ولكن مش محتاج اي حد يدافع عني. شو هالته اتغيرت هنا وشين كانت واخده بالها. هو وقتها بيحس بالخوف ولكن مع ده بيروح يستفزه. شو بقى كان واقف قدامه وقال له طيب انت اللي جبته لنفسك. بيستخدم عليه احدى مهاراته والواد بيحس بصداع جامد. المدرس ساعتها بيقول له انت عملت له ايه. شو بيقول له عملت له حاجه ازاي وانا ما اتحركتش اساسا. شين بقى كانت واخده بالها جامد ولاحظت انه استخدم هالته. نروح بقى الهو اللي كان عمال يصرخ من الالم. بيقعد يتوسل لشو ولكن بيقول له مش هسيبك غير لما تقول الحقيقه. الواد بيقول على كل حاجه فعلا وعمه كان متضايق من اللي سمعه. شو بيقول له تمام كده وبالفعل بيسيبه. عمه بقى طبعا بعد اللي سمعه ده ما كانش قادر يتكلم مع شو. بيقول له هسيبك دلوقتي عقبال ما ادور في المشكله اكتر. شين بتقول له تمام ولكن احسن لك تسرع، انت ما تعرفش ان شو من فريه ولو حصل له اي حاجه هتندموا جدا. الراجل وقتها انصدم لما عرف انه تبعها. قال لهم تمام وبعدها سابهم ومشى. شو هنا بقى كان بيكلم شينا وبيقول لها من امتى انا اصبحت عضو في فريق. بتقول له يا عم انا عملت كده بس علشان اضغط عليه مش اكتر. لكن ده كان شو مشى وده اللي عصبها جدا. المهم شو بعدها بيرجع لبيته. اول ما دخل تم الهجوم عليه والواد ما كانش فاهم اللي بيحصل. بيفادوا الهجوم بصعوبه ويا ترى اللي عمل كده هو الشاب اللي بعته تيان. الواد بيضحك لشو بكل هستيريا وبيقول له استعد يلا. شو بقى كان مروح ولكن اول ما دخل بيتم الهجوم عليه. بيفادوا الهجوم بصعوبه وكان مش فاهم اللي بيحصل، واتاري اللي عمل كده هو الشخص اللي تيان بعته. شو وقتها عارف ان الشخص اللي قدامه مش زي اللي قابلهم قبل كده. بيهجم عليه الشاب هنا ولكن شو بيصده. بيحاول يغفله من ظهره ولكن شو بيبعد عنه. بيتحمس ساعتها والواد اللي قدامه بيفجر هاله مرعبه. في لمح البصر كان ورا شو خلاص هيقتله، لكن بقى شو كان عنده ردة فعل اسرع منه ولحق نفسه. الواد ما كانش حله برضه وشو كان عمال يدافع عن نفسه. بيستدعى سيفه هنا والواد اترعب من هالته، عارف ان مستواه ده مش معقول انه يكون في عالم اللي تشي. بيساله هو مين ولكن شو ما بيردش عليه. البنت شو كانت وراه ساعتها وهنا اخدها كرهينه. قال له لو ما سمعتش كلامي فانا هقتلها من غير اي تفكير. البنت شو وقتها اتعصبت عليه والواد انصدم، عارف ان مستواها اعلى منه بكتير وسلم نفسه هنا. لكن ده كان بيكذب عليهم وهنا هجم عليهم. شو على طول هجم عليه ولزقه في الحيطه. الواد بعدها بيقول له لو قتلتني فهي هتموت ورايا، انا سممتها وتشوف فعلا بتحس بحاجه غلط. بس بقى شو بيخلص عليه في لحظتها والواد ما لحقش يقول اي حاجه. شو بعدها بيروح لعند تشو، هو بيستخدم عليها احدى مهاراته الطبيه. بينجح في ازاله السم من جسمها وبعدها بيتصل بتيان. ابو ساعتها بيعرف ان الشخص اللي بعته فشل في قتل شو. بيفتح عليه هنا وشو بيكلمه. بيقول له لو ما اعتذرتش ليا في الايام الجايه فهو ده هيكون اخر يوم في عمرك. بيقفل معاه بعدها وتيان كان متعصب منه جدا. والده بيطمنه وبيقول له ما تخافش من حاجه، اخوك هيوصل بعد يومين وهتكون هي دي نهايته. نروح بقى لشو اللي كان بيتكلم مع صاحبه هنا، لكن وقتها بقى بيخش عليهم فريق الكاراتيه. صاحب شو يستغرب كده وقال له هو انت عملت معاهم مشاكل ولا ايه؟ شو بيرد عليه وبيقول انا ما اعرفش ولا واحد فيهم. المهم الشاب ده بيكلم شو، بيقول له انت ازاي اساتل ابن الرئيس تيان. شو ما كانش فاهم هو عاوز منه ايه، ولكن العيال بتهجم عليه هنا. اول واحد بيقرب من شو بيروق عليه والكل انصدم. بيخلع هدومه هنا وبيستعد علشان يقتلهم. بينزل عليهم واحد ورا التاني وما كانش في حد لاحق يشوفه. بيتفضل الواد ابو شعر بنفسجي ده وهنا فعل هالته. بيهجم بعدها على شو ولكن شو كان احسن منه. شو بيخبطه واحده في جنبه هنا والواد بيتأذى جامد. بيكون متعصب منه جامد وهنا البنت شو بتوقفهم. بتقول للواد ابو شعر بنفسجي انت بتعمل ايه هنا؟ انت نسيت ان احنا ضربناكوا قبل كده ولا ايه؟ الواد بيتعصب منها جدا وقال لها مالكيش دعوه باللي بيحصل هنا. بتقول له ده في احلامك يلا، انا متاكده ان تيان هو اللي بعتكم علشان
تنتقموا من شو، لو ما مشيتش من هنا فانا هعلم عليك زي المره اللي فاتت. الواد بيمشي فعلا ولكن قبل ما يغادر بيستهزأ من شو، بيقول له ما كنتش اعرف انك بتتحامى في البنات يا صاحبي، لو كنت فعلا راجل فتعالى ننزل لي واحد ضد واحد. صاحب شو بيقول له يا عم ده بيستفزك، ولكن شو بيقول له تمام ماشي. بيقول له خلصانه هكون مستنيك في قاعه الالعاب، وبعدها سابه ومشى. البنت شو بقى كانت خايفه على شو وقالت له انت كده بتنفذ اللي هم عاوزينه. شو قال لها مالكيش اي دعوه وبعدها سابها ومشى. على الناحيه التانيه بقى كان فريق الكاراتيه في قاعه الالعاب وكان معاهم تيان كمان. تيان وقتها بيروح للواد ابو شعر بنفسجي وبيديله الابر ديت، بيقول له هي ديت اخر الابر المسممه للاغتيال، المره دي انا عاوزك تقتل شو. بيقول له تمام، وبعدها فضلوا يستنوا شو. العيال فكرته انه مش جاي ولكن كلها ثواني وكانوا قدامهم. شو وقتها بيكلم تيان وبيقول له انت ما جيتش تعتذر ليا ليه. تيان بيستهزأ منه وبيقول له ده في احلامك يلا، انا خايف ان تكون هي دي المره الاخيره اللي اشوفك فيها. شو بيقول له تمام، وبعدها القتال بيبدا. شو وقتها فعل هلته هجم عليه، لكن شو بقى بيفاديها بكل سهوله وكمان بيستدعى سيفه. في اللحظه ديت شوان كان وراه خلاص هيقتله، لكن شو بيطير في الهواء وهي ضربه كان مخلص عليه. في اللحظه ديت الكل انصدم، العيال بعدها بتهرب وتيان ما كانش عارف يتحرك. شو بقى كان قدامه وبيقول له انت رايح على فين. تيان كان مرعوب على اخره وقال له صدقني ما عنتش هوريك وشي تاني، لكن شو بقى كان اداله ابره من بتوعه وقال له خلاص فات الاوان. تيان ايده بتعمل في ساعتها وكان عمال يستنجد بالبنت ياو علشان تجيب له الترياق. البنت حرفيا بتغدر بيه وبتقول له انت ليه لسه عاوز تعيش، ده انت حتى واحد ملوش اي لازمه مش عارف تقتله. تيان وقتها بيموت قدام عينيها وشو كان مستمتع باللي عمال يحصل. هي وبعدها استغربت كده وقالت لا شو انت مش هتقتلني انا كمان ولا ايه. شو بيقول لها بدل ما اقتلك فانا هخليك تعاني جامد، وبعدها سابها ومشى. على الجانب الاخر بقى بنروح لعند مكان في وسط الجبال. المعلم ده كان ماسك كريستاله في ايده وكان بيكلم الطالب بتاعه، بيقول له هنا انت رايح فين. رد عليه وقال له في انتقام لازم اخلصه الايام ديت. قال له تمام ولكن ابقى ارجع بسرعه. نروح بقى لاحدى المباني واللي ياو كانت واقفه على احدى اسطحهم، بتقول في نفسها انا ما عنتش قادره استحمل، هي مساله وقت عقبال ما شو يخلص على الباقي ويندار عليا. البنت بتفكر في الانتحار وفعلا بترمي نفسها، لكن بقى المفاجاه ساعتها بيمسكها واحد بيتضح ان هو ده الشاب اللي شفناه مع المعلم. ياو استغربت كده وقالت له انت تبقى مين. قال لها انا اخو تيان واسمي هي تيان. البنت انصرمت على الاخر ولكن هي تيان بيكلمها، بيقول لها لو انتحرت هنا فمين اللي هيضحك على شو لما يموت بعد كده. نروح بقى لعند قصر السيد يوان واللي كانوا ساعتها مستنيين شو، لكن بقى شو كان متاخر ولما بنروح لعنده بنلاقيه ماشي في الغابه، لكن ساعتها بيقف كده بيقول لهم مش ناويين تظهروا بقى ولا ايه. شو كان عارف ان في اشخاص بتمشي وراه وفعلا بيظهروا انفسهم. الواد بيقول له لما انت عارف ان احنا وراك فليه ما هربتش من الاول، ده انت حتى في عالم اللي تشي يعني. شو بقى كان متحمس جدا، هو قال له حس كده بقى فخليك على كلامك. الواد ما كانش عاجبه الكلام وقال له هنخليك تندم على قتل تيان. شو وقتها بيعرف انهم جايين من طرف اخو تيان، بيقول له ايوه انت جبتها، وعلى طول هجم على شو. على الناحيه التانيه السيد يوان كان مستني شو، بيستغرب هو ليه اتاخر كده، ولكن كلب شو بيخش عليهم بيقعد يعض في البنت شو. هنا بيفهموا انه شو واقع في مشكله. نرجع بقى لشو اللي ما تاثرش باي حاجه. الواد بعدها بيهجم عليه بنفسه ولكن شو بيصده. في نفس اللحظه برضه كان السيد يوان وصل لعند شو ساعتها بقى قتل واحد وده اللي صدمهم كلهم. جد البنت شو بقى اول ما شافه انصدم، ما كانش مصدق ان في سيف فوق راسه. المهم ساعتها الواد التاني بيهرب من شو، لكن هو شو هيسيبه بالسهوله ديت، بيهجم عليه بسيفه وهوبا طريق السلامه يا صاحبي. الكل كان مصدوم من اللي شو عمله وما كانوش مصدقين القوه اللي عنده. في ناحيه تانيه خالص كان اخو تيان عمال يلف حوالين نفسه بيقول في سره هم ليه تاخروا كده، لكن فجاه بقى بيخش عليهم المعلم الاكبر لعائله السيد يوان. يا وساعتها بقى فكرت ان شو مات خلاص، لكن شو بيصدمهم بانه خلص على العيال اللي هم باعتينهم. يا وبتنصدم على الاخر بتقول لاخو تيان انت ما قتلتهوش ولا ايه. هي تيان برضه ما كانش مصدق واللي هو ده ازاي كده. ابو تيان وقتها بيكلم المعلم الاكبر وبيقول له انت في مشكله دلوقتي، ازاي بس تجرأتوا على قتل تلاميذنا. الواد ابو شعر اصفر ده بيكلمه وبيقول له احنا ما عملناش اي حاجه، شو هو اللي عمل كده وملناش اي علاقه باللي حصل. المعلم الاكبر وقتها بيتعصب من والد تيان، بيقول له هنا انتم مطرودين من اراضينا علشان بتعارضوا كلامي، وعلشان كده بقى لو فضلتوا اكتر من كده فانا هامر بقتلكم. شو وقتها وشه بيقلب وبيقول لهم استعدوا يلا. بيفعل هلته هنا وحرفيا الكل بيترعب منه جدا. ابو تيان فعلا بيمشي ولكن بيوعد شو بانه هيقتله. بعد فتره قصيره بقى كان شو جوه قصر عائله تشو، الكل كان عمال يخدم عليه واللي هو يا بختك يا ابن المحظوظه. في ناحيه تانية خالص بنروح لعند صاحب شو، كان ساعتها نايم هنا والدنيا اخر حلاوه، لكن وقتها بيخش عليه اخو تيان وبيامر العيال اللي جنبه بانهم يضربوه. على الجانب الاخر شو كان ماشي ولكن السيد يوان بيوقفه، بيديله حبوب روحيه كهديه منه على مساعدته ليهم، لكن بقى شو بيصدمه وبيقول له انها ملهاش اي لازمه بالنسبه لي. الكل فكروه غبي لحد ما طلع سيف وهوب احلى مثل الحديقه بتاعتهم. الكل حرفيا بينصدم والمعلم الاكبر ما كانش مستوعب. ساله وقال له هو السيف ده برضه من معلمك ولا ايه؟ بيقول له
بيقول له لا السيف اللي معايا ده ما ينتميش للعالم ده اصلا. المعلم الاكبر بيقول له تمام ولكن يبقى خلي بالك. شو بيقول له تمام وبعدها بيرجع لمدرسته. اول ما دخل بيشوف ان شو بيتعرض للتنمر، لكن وقتها شو بيلمح شو وبيحاول يستنجد بيه. الواد اللي ضربه بيستهزأ منه وكمان بيشتم شو بيتعصب منه جامد وقال له طيب تمام. في لمح البصر كان قدام الشاب وهوب احلى مسا عليك يا صاحبي. الواد بيتعصب منه وهنا فعل هلته، بس حرفيا شو كان قدامه في اقل من الثانيه وهنا مسك دراعه بيستهزأ منه وبيقول له انت ضعيف جدا، يلا بقى من هنا واحلى مسا عليك للمره الثانيه. الواد بيتشخرم تماما والكل كان خايف من شو، بس بقى كان في بنت بشعر احمر وكانت متضايقه من اللي شو بيعمله. بتكلم رئيسه اتحاد الطلبه هنا وبتقول لها لازم شو يكون مشارك في منافسه السنه دي. شو ما كانش عاجبه الكلام وقال لها مش على كيفك هو، لكن البنت اللي جنبه بتقول له انا الرئيسه ويعني مش هستنى اخد رايك، روح انت بقى غرفه الطلبه عقبال ما اخلص الموضوع ده واجيلك. شو بيقول لها تمام وفعلا بينفذ كلامها. على الجانب الاخر بقى كان في شاب مش عاجبه الكلام على ان شو هينضم ليهم، وده كله علشان هو في السنه الاولى ليه. البنت اللي هو وقتها بتهدي الوضع وبتقول له لو ما سكتش فانا هطردك. الواد بيهدى فعلا والبنت اللي هو بتقول له شو ما تتاخرش بقى، انت لازم تحضر معانا مباريات التبادل باي طريقه، ولكن علشان تبقى عارف الشاب اللي انت ضربته ده ما يعتبرش ولا حاجه قصاد اكاديميه النمر. شو ما كانش مهتم خالص وقال لها تمام ماشي. بيفتح الباب بعدها علشان يمشي ولكن الشاب ده بيمنعه. شو بيتعصب منه جامد وهنا بيكسر الحيطه، بيقول له انصحك ما تقربش مني والا المره الجايه هقتلك. في نفس الوقت ده كان صاحب شو عمال يتألم من الضرب اللي اخده. شو وقتها بيدخل وكان مش عاوز يقول له علشان ما يعملش مشاكل تانية، لكن شو بقى بياخد باله وبيقول له هو ايه اللي حصل لك. ما بيرضاش يقول له ولكن بيعرف ان اللي عمل كده هو اخو تيان. بيروح على طول لعند اخو تيان وكان متضايق منه جدا. اخو تيان بيستهزأ منه وبيقول له مالك مولع كده. شو ما بيردش عليه ولكن بيقول له لازم تعتذر لصاحبي حالا. اخو تيان بيستهزأ منه اكتر. بيكلم صاحب شو هنا وبيقول له عارف ايه اللي هيحصل لك لو اعتذرت ليك، انا هقتلك من غير ما تستوعب حتى. بيفعل هالته هنا وبيطلع نفس الكريستاله اللي معلمه كان ماسكها. بيكلم شو هنا وبيقول له ده حتى طائفتي عاوزه تقتلك انت كمان. شو بيستدعى سيفه هنا وبيقول له انت مجرد حساله. اخو تيان وشه قلب هنا ولكن فجاه الكريستاله اختفت من ايده. ما حدش كان فاهم اللي بيحصل ولكن لما بص على ايد شو لقاها رايحه عند السيف بتاعه. الواد انصدم من اللي حصل واللي هو ده ازاي كده. شو بيمتص الكريستاله وقوته بتزيد على الاخر. اخو تيان ساعتها هجم عليه ولكن بدون اي فايده. كان ساعتها يقتله هنا ولكن بتمنعهم البنت له. اخو تيان ما كانش جايبها لبره وهنا حاول يغفل شو، بس بقى شو كان اسرع منه. هوب احلى تغفيله دي ولا ايه. اخو تيان بيتضايق جدا، قال ما بدهاش بقى. بيستخدم كل قوته وبيهجم على شو من غير اي رحمه. القتال بيولع اكتر ومحدش كان لاحق يشوفهم، بس بقى شو بيستخدم عليه احدى مهاراته السريه وبيجيبه الارض. لكن في المقابل اخو تيان بياخد منه سيفه وكان مفكر ان هو ده اللي بيديله القوه، بس بقى شو بيرجع سيفه تاني وده اللي صدم الكل حرفيا. بيروح لعند اخو تيان وهوب احلى مسا عليك. الواد ما كانش مصدق قوته وهنا هرب منه بسرعه، لكن وقتها بيخش على شو شاب كده قال له انا اللي هقتلك بالنيابه عن اخو تيان، وحرفيا ما فيش حد كان فاهم اي حاجه. شو ما كانش معبره اصلا وقال له احسن لك ما تنزلش قصادي علشان ما تندمش بعدين. الواد بيقول له انت خايف ولا ايه. بيطلع سيفه هنا وبيقول له صدقني انت اللي هتندم، ولكن البنت تشو ساعتها كانت قدامه وهوب احلى مسا عليك انت كمان. صدمه بكل المقاييس. الواد ما حصلوش اي حاجه وتشو ما كانتش مصدقه. بيقول لها انت فاكره هجوم ضعيف زي ده هيأثر فيا. بيكون خلاص هيقتلها ولكن شو بيلحقها. وشه كان متغير جدا ونظراته كانت مرعبه لابعد الحدود. الواد بيهجم عليه هنا والقتال بيولع اكتر لدرجه ان مش قادر اوصفه لك. شو في اقل من الثانيه بيهزمه والكل ما كانش مستوعب. بعد فتره قصيره بنروح على مكان كده كان في معلم ساعتها بيكلم تلميذه، بيديله كنز كده والواد ما كانش فاهم هو عاوز منه ايه. بيقول له لو كان الفنان القتالي ده معروف فانا كنت هديله الشفره ديت، وقصده بالكلام على بطلنا شو يا صديقي. المهم التلميذ بتاعه بيقول له تمام ولكنه كان متضايق. بيقول في سر الكنز ده بتاعي يا عجوز انت. على الناحيه الثانيه بقى كانت البنت ياو قاعده مع اخو تيان، بتقول له هنا ما كنت سبتني انتحر وخلاص. اخو تيان بيتعصب عليها وبيرزعها بالقلم. بيقول لها هي مساله وقت وهيكون الحساله ده ميت. نروح بقى الشو اللي كان رايح لعند السيد يوان. اول ما دخل قال له انت قلت ان شفره السيف هيتم بيعها في المزاد الليله دي صح برضه ولا انا غلطان؟ السيد يوان بيقول له ايوه وكان في واحد وراهم وسامع كل حاجه. المزاد بيبدا فعلا والشفره بتطلع اخيرا. الواد اللي كان وراهم بياخدها وشو ما اعترضش طريقه ولا اي حاجه. السيد يوان بيستغرب وبيقول له انت ليه ما اخدتهاش؟ شو حرفيا بيصدمه وبيقول له ده لاني اعرفه، وشكل كده لسه في خبايا واسرار لسه ما عرفناهاش يا صديقي. المهم على الناحيه الثانيه كان اخو تيان عمال يخطط لحاجه. بيخش عليهم واحد ضخم كده وبيقول له مين اللي زعلك يا صاحبي؟ اخو تيان وقتها بيهديه وبيقول له هتعرف كل حاجه قدام. بيقعدوا مع بعض كده ولكن فجاه بتيجي رساله لاخو تيان. الواد اللي جنبه بيساله وبيقول له هو مين اللي بعت لك الرساله ديت؟ بيقول له المخبر اللي انا بعته علشان يراقب شو. تيان وقتها بيعرف ان شو رايح لفندق علشان عيد ميلاد صاحبه. المهم في نفس
نفس الوقت لما بنرجع لعند المعلم ده بيكون خلاص المرض نال من جسمه ونهايته قربت جدا. بيكلم تلميذه هنا وبيقول له انت لازم تجيب لي الشاب ده باي طريقه. بيقول له تمام وبعدها سابه وطلع يدور عليه. شو بعدها بيروحوا البنت له عند صاحبه علشان يحتفلوا بعيد ميلاده، ولكن صاحبه بقى كان نايم وكان ناسي الموضوع ده اصلا. بس شو وقتها بيحس بحاجه مش تمام وهوبا بيتنقلوا لمكان تاني، والمفاجاه الاكبر ان كانوا قدامهم افعى ضخمه. الافعى ساعتها بتهجم عليهم ولكن فجاه كلب شو بيتحول وهوبا خلص عليها. شو بعدها بيعرف انهم في عالم وهمي، وفعلا الشخص اللي صنع الوهم ده بيتعجب هم ازاي قدروا يقتلوا الافعى. المهم شو كان عارف هم ازاي هيخرجوا من الوهم ده. بيروح لعند السفره ديت وبوم كسرها. الوهم فعلا بيتلغي وشو بيروح لعند اللي عمل كده. بيشوف البنت ياو ساعتها وكان معاها واحد بشعر اصفر كده. الواد وقتها بيكلم شو بيقول له مش هسيبك تغادر غير لما تديني سيفك السحري. البنت لو كانت عارفه الشاب ده واسمه زاو بتحذر شو منه وبتقول له ما تستهنش بيه. زاو بعدها بيفعل هالته ولكن شو بيصدمه بقوته. بيطير في الهوا بعدها وبيستخدم احدى مهاراته. الواد ما كانش مصدق قوته وشو بيقول له انت ضعيف جدا. بيستدعى سيفه هنا وهوبا احلى مسا عليك. لكن بقى في نفس اللحظه بيدخل واحد وحرفيا انقذه على اخر ثانيه. بيكلم شو بعدها وبيقول له انت قوي فعلا. شو كان عارف هو مين وبرضه كان عاوز منه ايه. واحده واحده هتفهم كل حاجه يا صديقي. شو وقتها بيقول له انت عاوز مني ايه على اساس انه ما يعرفوش هو كده يعني. بيقول له عاوزك تيجي معايا في مكان كده. شو بيقول له تمام وبعدها بيعرف البنت له انه هيغادر. بيروح معاه بالفعل والمفاجاه ان هم دول المعلم والشاب اللي شفناهم في الاول. شو وقتها بيقدم احترامه ولكن المعلم بيطلب مساعدته. بيقول له يا ترى بامكانك تساعدني في الاختراق للعالم الافتراضي ولا لا. شو بيقول له ايه المشكله يعني. الواد اللي جنبه اول ما سمع كده بيخاف على الاخر. شو بعدها بيمسك دواء كده وقال له الدواء ده ملوش اي لازمه ومش هيساعدك في اي حاجه خالص. انا بامكاني اعالجك ولكن عندي شرط واحد. الواد ساعتها وشه بيقلب وكان متاكد ان الشاب ده مش طبيعي. بيحاول يمنعه قبل ما يشفي معلمه ولكن شو كان عالجه اصلا. الواد بيقول له انت ازاي تجرأت ولكن فجاه معلمه بيوقفه. بيقول له هو ساعدني وما تعملوش اي حاجه. الواد بيتعصب جدا وهنا بيقول في نفسه لازم اخلص على الشاب ده في اقرب وقت ممكن. وتعالى بقى صديقي معرفك هو ازاي شو عرف كل ده. فقبل كده في الماضي شو كان يعرف المعلم ده وكان برضه عنده نفس المرض اللي انت شفته، بس يا ترى بقى اللي عمل فيه كده هو تلميذه، وده علشان كان بيحط له السم في مرجل الصقل بتاعه، واول ما حس ان هو ضعف قتله وقتها. المهم لما بنرجع لعند المعلم ده بيشكر شو من كل قلبه، بس شو بقى بيقول انا بشعر بطاقه السيف على تلميذك، ايه رايك اخدها في مقابل مساعدتي ليك. المعلم فعلا بيامر تلميذه وفعلا تلميذه بيسلمه السيف من غير اي اعتراض. شو بيقول له تمام كده وبعدها سابهم ومشى. بعد فتره قصيره ليه بيكون قاعد مع الشاب اللي انقذه زاو، بيحطه قدامه قنينه كده وبيقول له لازم تتخلص من شو. بيقول له تمام ولكن مش انا اللي هعمل كده، انا هبعت له واحد وعلى بكره هيكون تم التخلص منه. في اليوم التاني بقى زاو بيروح لعند منزلة شو، بيقول لها هو فين شو ولكن ما بتردش عليه، واتاري الصدمه الكبيره ان شو واقف وراه. الواد بيترعب جدا وقال له انت ظهرت امتى؟ قال له انا كنت وراك من ساعه ما دخلت لهنا، بس مش هو ده موضوعنا، هو ليه ما جاش معاك المره دي ليه؟ زاو وقتها بيستهزأ منه وبيقول له انا لوحدي كفايه عليك، المره دي مستحيل اسيبك تهرب. بيستخدم عليه احدى مهاراته وبيقيد شو من كل ناحيه، بس هو بكده هيمنعه ولا ايه؟ شو بيمسك سيفه وبيفك نفسه في اقل من الثانيه، بس ده كان ساعتها هرب من المكان ونزل للدور الارضي. شو بينزل وراه وما كانش حله، بيهجم عليه زاو مره تانية ولكن ما كانش عارف يعمل له اي حاجه. بيستخدم عليه احدى خدعه الرخيصه ولكن هو ده هيوقف شو ولا ايه؟ في لمح البصر شو كان قدامه وهنا استخدم كل قوته، بيدمر وشه حرفيا والواد اتفرم تماما. ليه بقى؟ كان واقف فوق وكان شايف كل حاجه. في ناحيه تانية خالص شو بيكون متجه عند منزل هيتيان. اول ما نزل من العربيه بيتجمعوا عليه اكتر من واحد، بيهجم عليه كلهم في نفس الوقت ولكن يا ريتهم ما عملوا كده. في نفس الوقت ده كان هيتيان عارف ان شو موجود في بيته، ما كانش عارف هيتصرف ازاي ولكن بيروح لشو بيقول له انت ازاي تجرأت تيجي لعندي؟ شو بيرمي الشاب زاو قدامهم وحرفيا كانوا مصدومين على الاخر. هيتيان بيقول له انت جايبه ليه؟ اوعى تكون مفكره واحد من رجالتي. شو بيقول له ما تخافش من اي حاجه، انا بس عاوزك تستخدم زاو كطعم الشخص عاوزه. شو بيمشي بعدها وهيتيان كان متعصب منه جدا، بيقول لازم اقتله في مسابقه الجامعه. بيكون ماشي هنا ولكن بيوقفوا الشاب ليه. هيتيان بيقدم له كل احترامه وبيقول له انت جيت هنا امتى؟ بيقول له من ساعه ما شو يجي لعندك. هيتيان وقتها انصدم وقال له انت تعرفه ولا ايه؟ بيقول له ايوه وكمان هو اللي انقذ معلمي. هيتيان بيقول له انا ما كنتش عارف اعمل ايه، انا وهو عندنا ضغائن كبيره جدا وحتى لو فكرت ان اسوي الخلافات اللي بينا فهو مش هيوافق برضه. ليه وقتها بيستخدم السيف اللي معاه وهوب قسم العماره النصين، بيديله السيف بعدها وبيقول انه مصنوع من الحديد الاسود، وغير كده فهو عنده امكانيات وقدرات رهيبه جدا. المره دي انا عاوزك تقتل شو كمان تنتقم لموت زاو. هيتيان فعلا بياخد منه سيفه وكان في قمه السعاده
كالعاده. في اليوم التاني بقى البنت شو بتقول لشو ان مباراه الجامعه على وشك انها تبدا. بيقول لها ماشي ولكن في حاجه مهمه لازم اعملها. بيكون ماشي في الغابه كده وفجاه بيحس ان هاله الجبل زادت مره واحده. بيبص وراه وفجاه بيتم الهجوم عليه. هو ايه اللي بيحصل ده؟ بيقدر يفاديها ولكن بيبقى مصدوم من اللي هو شايفه. بنت جميله قدامه بتساله بتقول له انت تبقى مين؟ بيقول لها لو قلت لك فهل هتصدقيني يعني ولا ايه؟ بتقول له لا وساعتها بتهجم عليه. بس بقى شو كان متوقع كل ده وهنا استخدم هاله سيفه. بيثبتها في مكانها وبيقول لها يلا بشوفك بعدين. على الجانب الاخر بقى شو بيكون وصل لعند جامعته. الفريق بتاعه بيزعله لانه كان متاخر جدا بس ما علينا يعني. المهم شو بيقف في الحلبه وبيقول لهم مين اللي عاوز يواجهني. فريقه حرفيا بينصدم وما كانوش مصدقين اللي قاله. لكن وقتها بيتقدم واحد لشو بيقول له انا سمعت عنك وسعيد اني قابلتك اخيرا. بس ده طلع عيل غدار وهجم على شو. كان خلاص هيقتله ولكن شو بيفادي هجومه الخبيث. بيهجم عليه بعدها واحلى مسا عليك. بيقول له هنا هسيبك تعيش المره دي بس بقى لو استخدمت الابر السامه بعد كده فانا هقتلك. بيكلم بعدها الطلاب وبيقول لهم مين جاي تاني. الكل حرفيا بيجيب لي ورا بعد اللي هو عمله. بيخش واحد هنا وكان عمال يستهزأ من شو. بيتضح ان هو ده مينج وهو طالب في السنه الثالثه والمعروف عنه انه فضل مده طويله يعلي في قوته. المهم الشاب ده بيتعصب على مينجو بيقول له انت عاوز تعمل ايه؟ قال له عاوز ادب الوغد ده. الشاب اللي جنبه وقتها بيهجم على شو ولكن شو بيعمل معاه الواجب. مينج بعدها بيهجم عليه وكان سريع جدا. بيحاول يغفل شو من ظهره ولكن ده كان اختفى. بيبص وراه والمفاجاه ان شو كان وراه. الكل وقتها انصدم لان مينج معروف بسرعته الخرافيه. المهم مينج بيبعد عنه في ثواني ولكن على مين يا صاحبي؟ شو بيرزع واحده بتكسر له عظم دراعه. بيهجم عليه مره تانية وكانت الاخيره يا صديقي. بيقول لهم مين جاي تاني والكل بلم خالص. بعد فتره قصيره شو بيروح لغرفه الطلبه. البنت اللي هو بتقول انه كل اعدائك في المسابقه ديت لازم تخلي بالك باي طريقه. شو بيقول لها تمام وحرفيا ما كانش مهتم خالص. البنت اللي هو بتقول له ماشي ولكن علشان تبقى عارف ان اتيان قرب يوصل للعالم الغامض. في نفس اللحظه برضه اتيان كان قاعد عمال يعزز قوته. بيكون قدر يوصل للعالم الروحي وكان مستني شو بفارغ الصبر. في اليوم التاني بقى بيبدا الاجتماع اللي كانوا منظمينه. البنت اللي هو بتقول لهم يا ترى في اي حد معارض على القايمه ديت ولا لا؟ ما فيش حد بيعرضها ولكن فجاه بيخش عليهم شاب معضل كده بيكون اسمه تشاو وهو احد طلاب الصف الرابع. المهم المعلم ده بيقول لهم ان تشاو هيكون هو المسؤول عن مسابقه الجامعه. شو وقتها بيبص عليه وما كانش مرتاح له خالص. بالفعل تشاو بيمسك الورقه وبيبص فيها. بيلاقي شو اضعف واحد وكان عاوز يخرجه من المسابقه. البنت اللي وقتها بتكلم شو بتقول له انت هتفضل ساكت كده ولا ايه؟ انت مش شايف ان عاوز يخرجك بره المنافسه ولا ايه؟ شو بيرد عليها وبيقول لها ما تخافيش من اي حاجه. وبالفعل اتيان بيتدخل وبيكلم الرئيسه. بيقول لها قوه شو مش ضعيفه خالص وحتى انا مش خصم ليه. الواد اللي اسمه مينج بينصدم وبيقول في نفسه مش عنده ضغينه مع شو ولا ايه؟ المهم شاو ساعتها بيهجم على شو علشان يختبر قوته لكن ده اول ما قرب منه ما قدرش يعمل له اي حاجه. الواد اترعب من اللي هو شايفه. لقى سيف حواليه من كل مكان وما كانش فاهم ايه اللي بيحصل. شو بعدها بيستهزأ منهم وبيستعد علشان يخترق. البنت اللي بتحاول تهديه ولكن بيقول لها فات الاوان. بيبدا فعلا وهوب المكان انفجر. الكل ما كانش مصدق اللي حصل وشو بيكلم تشاو بيقول له انا دلوقتي في العالم الغامض لسه عندك الجرأة علشان تمنعني ولا لا؟ الواد تشاو بيتوتر وما كانش عارف يعمل ايه. شو بيقول له بما انك ما ردتش عليا فانا هستناك وبعدها سابهم ومشى. لكن اول ما خرج بيقابل الشاب ليه في وشه. بيقول له ما توقعتش انك توصل للعالم الغامض خلال فتره قصيره زي دي. شو بيرد عليه وبيقول له طب ما انت كمان في العالم الروحي. الواد انصدم لان ما حدش يعرف مستواه غير المعلم بتاعه. بيستغرب هو ازاي عرف وهنا رفع عليه السلاح. قال له انت تبقى مين ولكن شو ما بيردش عليه. بيرجع السلاح تاني وبيقول له انت مش مهم مين بالنسبه لي. شو بيقول له ايوه تراجعت ليه؟ بيقول له هسيبك المره دي لكن بقى لو حاولت تلعب معايا لعبه كده ولا كده فانا هقتلك. بياخده بعدها لعند معلمه اللي كان ساعتها بيصنع حبوب الاكسير لكنه في كل مره بيفشل وما كانش عارف هو ايه السبب. بيقول له شو على كل حاجه واول ما مسك الحبه رماها. ليه بيتعصب منه جامد ولكن شو بيقول لهم ان تاثير الحبه ديت معكوس. المعلم بينصدم وبيقول له قصدك انها كالسم يعني ولا ايه؟ بس هو ايه دليلك على كده؟ بيقول له جربها وفعلا بيخلي ليه ياكلها. على طول بيهجم على شو ولكن ما بيقدرش يوصله لانه بيحس بالالم. المعلم بينصدم وحرفيا ما كانش مصدق. شو بيقول له ما تخافش من اي حاجه هو بس ناقصها حاجه وهيكون اكسير عالي الجوده. ليه بقى كان في الحمام وكان متضايق هو ازاي عرف ده كله. المهم شو بيقول انا اعرف واحد صاحبي بامكانه تحسين الاكسير ده والمفاجاه ان الشخص ده يبقى قريب ليه. صدمه بكل المقاييس حرفيا ليه بينهبل اول ما بيسمع كده. المهم شو بيمشي بعدها وبيروح لعند صاحبه وزي كل مره بيلاقيه مضروب وطالع عينه. صاحبه اول ما شافه بيعيط وبيقول له يا صاحبي انا من اول فصل وانا طالع عيني. شو بيقول له ما تخافش
تخافش تاني. بيديله قنينه كده وبيقول له بستخدمها وهتخليك قوي جدا. الواد بيفرح على الاخر وبيقول له خلصانه يا عمي. على الجانب الاخر بتكون عائله السيد يوان مستنيه شو، والمفاجاه كمان ان ابو تيان موجود وكل الشخصيات المهمه. بس هنا ابو تيان بيكلم الشاب اللي وراه، بيقول له اول ما شو يوصل عاوزك تخلص عليه تماما. بيقول له خلصانه. وبعد فتره طويله شو بيوصل اخيرا. حرفيا الكل ما كانش مصدق انهم طول الفتره ديت كانوا مستنيين طفل صغير. المهم اثناء ما شو كان ماشي بيهجم عليه الشاب اللي ابو تيان بعته، لكن بقى جد شو بيخلص عليه والكل كان مصدوم على الاخر. ابو تيان بيخاف جدا، ولكن جد شو بيقول لهم من النهارده عائله شو هيتم قيادتها من طرف شو. ابو تيان بيسخر منه وبيقول له انت باينك خرفت جامد، لو هو ده اللي هيحصل فاحنا اعداء من دلوقتي. جد شو في اقل من الثانيه بيخلص على حراسه، بيقول له لو الموضوع هيمشي كده فانا ما عنديش مانع اقتلكم النهارده. الكل بيخاف، ولكن ابو تيان بيقول له ما تنساش ان ابني في مدرسه يانج. بس بقى جد شو كان هجم عليه وقال له انت لسه هتتكلم. بيكون خلاص هيقتله، ولكن شو بيصد هجومه. بيقول لهم انتوا عارفين ان هو حاول يقتلنا اكتر من مره، بس هو ما يعرفش ان اكتر شيء بتميز فيه هو القتل. في لمح البصر بيقتل ابو تيان وقال له كفايه عليك لحد هنا. بيخلص اليوم على كده، وفي اليوم التاني تيان بيلاقي جثه ابوه مرميه قدامه. الواد بينهار تماما، وياو بتقول له انت بتعمل ايه دلوقتي؟ لازم نعتذر لشو الا هيقتلنا برضه، انت عارف ان احنا مش ند ليه اساسا. الواد بيتعصب منها جامد وقال لها انت عاوزاني اعتذر له ولا ايه؟ بيقرب منها ومسكها من شعرها، قال لها وده هيفرق معاكي ايه يعني؟ ما انت كنت حبيبته القديمه واحتمال يشتالك، اما انا فموته مش كفيل بالنسبه لي. على الجانب الاخر بنشوف ان صاحب شو قوته زادت بعد ما اخد الحبوب اللي شدها له. بس بقى البنت لو كانت واقفه ورا الباب ساعتها وكانت بترابه. هو ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ نروح بقى لعند شو اللي كان بيكلم جد شو، بيقول له احنا لازم نثبت وجودنا. بيديله حبوب كده وبيقول له انت لازم تخترق للعالم الغامض. جد شو بيشكره من قلبه وبيقول له احاول على قد ما اقدر، لكن وقتها بيخش عليهم طلاب مدرسه يانج. جد شو بيتعصب منهم وبيقول لهم انتوا جيتوا هنا ليه؟ في نفس الوقت ده بيكلموا واحد من ورا ازاز العربيه، بيقول له انت مجرد شخص عساله في مرحله النصف خطوه، ازاي عندك الجرأه للتعالي قدامي؟ الكل بيشعر بهالته وكانوا مرعوبين جدا. بيكلم جد شو هنا وبيقول له ما تخافش من حاجه، انا هنا بس علشان اشوف من اللي قتل عائله تلميذي. شو هتا بيكلم الطالب ده وكان عمال يستفز فيه. الواد بيتعصب جدا وكان هيهجم عليه، ولكن معلمه بيمنعه، بيقول على تعويذه كده وبعدها سابوا المكان ومشيوا. البنت شو بعدها بتروح تطمن على شو، ولكن وقتها بتشوفه بينزف، بتقول له انت بتنزف، ولكن شو كان متحمس جدا. بيدخل يريح شويه وبعدها بيعزز قوته، لا ده كمان بيخترق لمستوى جديد والكل بيشوفه. بينجح فعلا في الاختراق، وجد شو كان سعيد علشانه. شو حب يكافئه على مساعدته ليه واداله قنينه اكسير، بيدهم له وبيقول له بستخدمهم في تعزيز قوتك. جد شو ما كانش مصدق وقال له بس دول يعملوا ثروه يا ابني. شو بيقول له بشكرني بعدين، بيقول له تمام، ولكن معرفش هرد لك ده ازاي. نروح بقى لهتيانو اللي كان جاب اخره من شو، بيقول له هندمك على اصحابك زي ما عملت في عيلتي. بيكلم العيل اللي قدامه وبيقول لهم ابو تعالوا الصبح بدري. يا بتقول له بس دول في عالم الارشيو ما هيقدروش يعملوا حاجه قصاد شو. بيقول لها ايوه انا عارف كل ده، هم بس مجرد دمعه عبال ما وانجي يعمل اللي قلت له عليه. بيبص لها بكل رعب كده وبيقول لها يا ترى انت فاكره اللي قلت لك عليه ولا لا؟ بتقول له ايوه، وكان باين على وشها علامات الخوف. نروح للبنت لو اللي كانت ساعتها بتكلم شو، بتقول له خصمك المره دي قوي جدا. شو بيستهزأ منها كده وقال لها لو كانوا ضعفاء فانا مش هشارك. بتقول له تمام، ولكن في حاجه تانية، احنا اجرنا لك مدرس علشان يعلمك مهارات السيف، ولو عاوز تشوفه فهي دي صورتها. شو بيستغرب كده وقال لها انت متاكده ولا ايه؟ بتقول له ده احسن مدرسه يا عم واقوى منك كمان، وهي على السيره فهي وصلت اهيت. بتقرب من شو كده وبتقول له تعالى ورايا. شو ما كانش فاهم، ولكن بتقول له انا عاوزه اتحداك، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بالفعل شو بيروح معاها، والبنت لو كانت عماله تحذره منها. القتال بيبدا بعدها والبنت بتفجر هاله قويه جدا، بس بقى شو كان عنده رد تاني وهوب هالته اكتسحت المكان. الكل انصدم والبنت ما كانتش فاهمه ايه اللي بيحصل. شو بيكلمها وبيقول لها انا عارف ايه مشكلتك، انت وقفت عند عالم معين ومش عارفه توصلي للي بعده. البنت بعدها انصدمت وقالت له انت عرفت ازاي؟ بيقول لها مش مهم دلوقتي، انا بامكاني اساعدك ولكن بشرط واحد، وهو انك تقاتليني بكل قوتك. المعلمه فعلا بتوافق وشوب بيقول لها تعالي ورايا. بياخدها على كهف كده وهناك بتساله عن ايه هي عيب تقنيتها. شوب بيقول لها اصبري شويه، وبعدها بيستخدم احدى مهاراته. المعلمه بتستغرب اكتر، بتقول هو ازاي عرف سر مهاره عائلتي؟ المهم في نفس الوقت ده شوب بيبدا في اصلاح تقنيتها. المعلمه بعدها بتقول له انت مين؟ بيقول لها مجرد طالب غلبان عادي. البنت وقتها مسكت سلاحها وبتقول له ما كفايه تمثيل بقى، مستحيل انك تكون طالب عادي، الاسلوب اللي استخدمته ده يعتبر احد اسرار عائلتي، ده غير ان مفيش حد يعرفه في العائله، فازاي انت بقى قدرت تستخدمه؟ شو بيقول لها ده انت غلبانه جدا، امال لو عرفت بقى
عشان نعرف ان جدك على وشك العودة. الاحسن ما تشغليش بالك لان اعرف كل حاجة في العالم ده، بس مش هو ده موضوعنا. المسابقة اللي هتبدأ خلال الايام ديت هيشارك فيها طلاب اقوياء جدا، فعلشان كده اسمع لي اللي بقولك عليه. وبعدها سابها ومشى. في نفس الاثناء دي بقى هيتيان كان قاعد وعمال يكلم صاحبه، بيقول له احنا لازم نقتل شوب باي طريقة، انا مش ههدى ولا هرتاح لحد ما اشوفه ميت قدامي. الواد بيرد عليه وبيقول له ما تخافش من حاجة، كلها ايام وهترتاح من شو ده خالص. هيتيان بيقول له ماشي، بس في واحد اسمه كاي اعرفه عنده قوة جبارة. اي نعم هو ما يجيش حاجة قصادك، ولكن لو ساعدنا فبلا شك شو ميت المرة دي. الواد بيقول له تمام وخلص اليوم على كده. تاني يوم المسابقة بتبدأ وكل الناس بيحضروا. شو بيوصل هنا، ولكن مرة واحدة بيروح له الشاب اللي كان قاعد مع هيتيان امبارح، بيقول له منور يا صاحبي، استعد دلوقتي علشان هتوحش نفسك. شو طبعا بيتضايق منه، ولكن بينزل جدول القتالات هنا. الكل وقتها انصدم لان شو هيقاتل في 3 نزالات. القتال الاول بيبدأ واول واحد بينزل لشو هو كاي. شو طبعا بيفرح جدا وما بيستناش لحظة واحدة. الكل هنا بيستهزأ من شو، ولكن بوم ريح يا عجل انت. شو بيطيره بضربة واحدة وكاي ما كانش مصدق، بيجمع كل هالته وانطلق على شو. بس هو ده هيمنع شو ولا ايه؟ شو وقتها عينه احمرت وبدأ في الهجوم هو كمان، بيجمع كل هالته في قبضته وبيستعد علشان يقتله. الكل كان واقف على اعصابه من اللي شو بيعمله. الواد خلاص هيودع، ولكن فجأة بيتدخل احد الشيوخ بيمنع شو من اللي كان هيعمله وبيقول له ممنوع القتل هنا. هيتيان بعدها بينزل لصاحبه وبيسلمه السيف اللي ليه اداهوله، بيقول له استخدمه دلوقتي واعتبر القتال انحسم. بس هو ده هيفرق مع شو ولا ايه؟ ده حتى من قوة هالة السيف بيبدأ يتلاشى. بيقول لك ايه انت نسيت اللي الشيخ قاله ولا ايه؟ شو بيتعصب جامد والشيخ بنفسه بدأ يخاف منه، بيقول لك يهرب حالا ولكن فات الاوان. شو بيقتله قدام الكل وهيتيان بيقول له انت ازاي تجرأت على قتله في الحلبة؟ بيقول له هو اللي كان بيحاول يقتلني. هيتيان بيتضايق منه جامد، بيقول له بس هو ما عملش حاجة من اللي انت قلت عليها، انت فعلا وحش ولازم يتم قتلك. شو بعد الكلمتين دول بيضحك اكتر وبيقول له ايوه يا عم انا قتلته بمزاجي، ورينا هتعمل ايه بقى. هيتيان بيستعد فعلا عشان يهجم عليه، ولكن مرة واحدة بيظهروا اشخاص من عائلة شو قدام شو. المعلم ده واللي اسمه هان بيستعد هو كمان علشان يقاتل شو، بس جدة شو بيكون وراه. المعلم هان بيقول له انت هتضيع عيلتك علشان شاب زي ده. جدة شو بيقول له ارجع عن اللي في دماغك، بس بعد ايه خلاص. المعلم هان بيدمر الحلبة وبيكلم شو هنا، بيقول له انت مش ند ليا خالص. شو هنا بتكلم شو بتقول له انت بتعمل ايه في مكانك، يلا اهرب من هنا عقبال ما جدي ياخرهم. في اللحظة ديت هيتيان بيسخر منه، بيقول له اي نوع من الرجالة انت. شو اول ما سمع كده وشه بيقلب وشكله ناوي على نية سواد، بيطير في الجو هنا وبدأ يستهزأ منهم جميعا. اول 4 هجموا عليه الله يرحمهم. شو ما بيهزرش خالص، بيستخدم هالة سيفه هنا وبوم العيال اتمحت. هيتيان كان شايف كل حاجة وقال له انت مين. شو ما بيردش عليه والمعلم هان بيزعق بأعلى صوته، بيقول له اياك تقتله والا هتندم جامد. شو بيقول له انت مين علشان تمشي كلامك عليا. بينزل السيوف عليه وبيقول له سلم لي على اخوك هناك. المعلم هان كان ورا شو خلاص هيقتله، بس معلم الشاب ليه بيتدخل وبيوقفه. المعلم هان بيقول له مستحيل اسيبه مهما حصل، بيحرر نفسه وبيهجم على شو باقوى ما عنده. المكان بينهار فعليا والكل فكر ان شو مات، بس على مين يا صديقي. شو بيخرج ولا كانه حصل له اي حاجه، عينيه مليانه غل من ناحيته وضعفه الشديد. المعلم هان بيهجم عليه مره تانية ولكن شو بيصدها المره دي. القتال بيولع اكتر وكل واحد بينزل باقوى ما عنده. الطلاب بقى كانوا واقفين بره وكانوا شايفين اللي عمال يحصل، محدش مصدق ان شو قادر يجاري المعلم هان. بس في النهايه المعلم هان بيجيب اخره وخلاص قوته نفذت، بيهرب من المكان بسرعه وشو بيحس بالتعب بعدها، وده علشان استهلك كميه كبيره من طاقته. بس هنا معلم ليه بيكلمه وبيقول له ما توقعتش انك قوي بالشكل ده. جدة شو بقى بيشوف المعلم ده وكان مصدوم لانه في عالم الاسياد، وكان مستغرب هو ليه معلم كبير زي ده بيكلم شو بكل تواضع. المهم معلم ليه بيصدمنا كلنا وبيقول له شو انا عاوز ابقى تلميذ عندك. شو طبعا بينحرج جدا وقال له انا تعبان دلوقتي. في ناحيه تانية خالص وعند طائفه يانج كان المعلم هان بيكلم الاشخاص اللي قدامه، بيقول لهم لازم نقتل شو الراهب السر باي ثمن، وهنعرف مين الراهب السر ده قدامي يا صديقي. المهم بقى ليه بيكون موجود معاهم، بس مره واحده بيدخل عليهم شخص مجهول كده بيقول لهم هم الشيوخ عاوزين مني ايه. المهم لما بنرجع للمسابقه بيكون المعلم ده بيعلن عن الشخص اللي فاز بالجوله الاولى، بس مره واحده بيخش عليهم 3 طلاب كده، بنعرف ان هم دول طلاب جامعه الجنوب الصينيه. الواد ابو شعر احمر ده بقى بيبص لشو وبيقول له انت بقى شو ولا مين. كلب شو وقتها بينبح عليه وكان الواد هيضربه، بس شو مسكه من ايده وهوب علم عليه قدام كل الطلبه. البنت دي بتقرب من شو شكلها ناويه تقتله. بالفعل هما الاثنين بيفعلوا هالتهم والقتال هيبدا دلوقتي. شو بيستهزأ منها جامد وبيقول لها انت مش قد خلي بالك. بتقول له طيب هنعرف ده دلوقتي. بتهجم عليه هنا ولكن شو بيصدها بكل سهوله. البنت بتتخض كده ولما بصت وراها لقت شو وراها. يا الهي البنت بتخاف على الاخر ولكن بيتدخل ابو شعر بني ده بيكلم شو هنا وبيقول له مش مصدق ان في طلاب
طلاب اقوياء في الجامعه ديت، بس عيبك انك بتتظاهر بقوتك اكتر من اللازم. شو بيكلمه هنا وبيقول له لو هو ده رايك فيا فلازم نتقاتل في وقت تاني. الواد بيقول له تمام، انا مستنيك في جامعتك بعد كام يوم. في اليوم التاني شو بيكون واقف مع المعلم ليه، بيدي له قنينه كده وبيقول له خلي بالك من جامعه الصين الجنوبيه. شو بيقول له تمام، وبدا في استخدام القنينه اللي اخدها. ليه وقتها بيسخر منه، وده علشان الاكسير اللي اخده محتاج قوه هائله، وطبعا لو ما كانش عنده القوه اللازمه فهيودع على طول. بس ده شو يا ابني، اكيد مفيش حاجه هتغلب عليه. شو فعلا بيستخدم السيف بتاعه وبيمتص الاكسير بكل حرفيه. ليه بقى كان في قمه غضبه، وده علشان شو بقى في مستوى تاني خالص. المهم قدر شو بيحضر وبيكون سعاده علشان قوه شو زادت. بيقول له بعدها انا ماشي، ولكن شو بيقول له استنى. بيوجه ضربه عليه كده والكل كان مرعوب من اللي شو عمله. بس الغريب ان قدر شو ما حصلوش اي حاجه. ايوه شو كان قاصد يعمل كده علشان يتم شفائه. ليه طبعا بعد ما شاف كده بيقول لازم نتحرك بسرعه قبل ما يفوت الاوان. شو بعدها بيروح على جامعته، وكان ماشي هنا مع البنت لو. شياو بيخش في وسطهم وبيهني شو على فوزه. بيفتحوا هنا عن البنت ياو. بيقول له اثناء ما كنت في المسابقه كانت البنت ياو موجوده في غرفتك، اتهمتك ساعتها بانك تعديت عليها، ولكن في النهايه عم كشف امرها وقالت انها عملت كده علشان هتيان طلب منها كده. شو هنا بيقول له تمام وبيشكره علشان قال له. بيروح بعدها لعند ياو، والبنت اول ما سمعت صوته خافت جدا. بتقول له هو فين هتيان وازاي انت لسه عايش. شو بص لها بشر كده وقال لها قتلته هو وكل عيلته. البنت بتنصدم اكتر وبتعترف له بكل حاجه. بتقول له لو سبتني في حالي فانا هعمل لك اللي انت عاوزه. شو بيقول لها كده كده هتعملي يعني. لسه بتقول له هعمل ايه، مديها قلم طيرها. بيقول لها امشي من قدامي، والبنت فعلا بتمشي. على الجانب الاخر شو بيروح لعند معلمته، ما اعرفش هي ازاي معلمته بس ما علينا يعني. المهم هنا بتقول له انت فاضي ولا لا، انا بس كنت عاوزاك تساعدني في تدريبي. ده اللي هو ازاي يعني كده، هو مين المعلم فيكو على كده. المهم شو بيقول لها مش فاضي، بس هي بتفضل تزن على دماغه. بيوافق بعدها وبيقول لها يلا ابداي. البنت فعلا بتعمل ال8 هيئات، ولكن بعد الهيئه الثامنه ما بتقدرش تكمل. شو هنا بيقول لها انا عرفت مشكلتك. بيستخدم احدى مهاراته علشان يدخل لوعيها. بينجح فعلا وبيقول لها يلا عيد الهيئات تاني. البنت فعلا بتسمع كلامه والمره دي نجحت. بتكون سعيده جدا، ولكن بتنسى ان شو وراها. بتخبي سعادتها وبتقول له هو كلبك بيخترق ولا ايه. بيقول لها ايوه. الكلب بعدها بيطلع وكان عنده اجنحه. بتقول له تمام انا ماشيه دلوقتي. على الجانب الاخر بنرجع لعند شياو، واللي وقتها كان بينضرب من العيال اللي قدامه. الشاب ده بيزعق فيه وبيقول له ايه اللي حصل لك، مش معنى دلوقتي بقيت خادم شو. شياو ما بيردش عليهم، ولكن بيقول لهم هتفهموا ده بعدين. الشاب ده وقتها بيهجم عليه خلاص هيقتله، بس بقى شو بيتدخل وبيمنع ده كله. الشاب ده بعدها بيهجم عليه، ولكن شو بيصد كل ضرباته. بيعرف وقتها انه من طائفه يانج. بيقول له طيب تعالى عشان هبعتك ليهم. الواد بيفلت منه بصعوبه، وبعدها استخدم هالته على طول. بيهجم حرفيا عليهم كلهم، وكان مفكر ان شو تأذى، بس الصدمه بالله سيف مرشوف في نص قلبه. ده ايه الفخامه دي يا ابني والله. شو بيقول له اسيبك المره دي، ولكن بيقدر رساله لطائفه يانج. بيسيبه بعدها وبيرجع لعند كلبه. في نفس الوقت وفي احدى الاماكن كان في واحد متعصب جدا بيكلم المعلم هان. بيقول له انا عاوزك تجيب لي راسه. المهزله اللي بتحصل دي لازم تقف حالا، وعلى اي حال لازم نقتل شو باي طريقه. بيفتكر كلام شو وهو على السيره وصل اهوت. بيمشي من جنب ليه كده وبيقول له مش هتجيبها لبره ولا ايه. المهم بيكلم معلم ليه وبيقول له خليني اساعدك. بيطلع كتاب كده والمعلم بيعرف انه في مستوى تاني خالص. شو بيقول له مش هتفرق كتير يعني، انا هدفي مش العالم ده اساسا، وانما اللي فوق يهجم على شو ساعتها. ولكن شو بيكنسل هجومه. بيقول له هو ده اخرك ولا ايه. الواد طبعا بعد ما شاف كده اتعصب جامد، بس في لمح البصر شو كان وراه. بيلحق نفسه في ثواني، ولكن ما كانش عارف يصد قصاده. شو بيهجم عليه بسرعه، والواد يا دوب قادر يشوفه بالعافيه. المكان بيتدمر تماما. ليه في النهايه بيودع، ولكن قبل ما يموت بيسال شو على حاجه. بيقول له انت مين وازاي مهاراتك نفس المهارات اللي عندي. شو بيقول له هو يمكن في اتصال بينا في حياتي السابقه، ولكن لو انت مصر تعرف فانت اخويا الكبير. صدمه بكل المقاييس. شو بيقول له ما كانش لازم تمشي في الطريق ده من البدايه، ولكن هيفيد بايه دلوقتي. بيخلص اليوم على كده، وفي اليوم التاني بتوصل البنت اللي شفناها قبل كده عند جامعه شو. بتقابل في وشها البنت لو ما كانوش طايقين بعضهم خالص. شو في الوقت ده بيوصل وبيقول له ابو شعر بني انت بتعمل ايه هنا. بيدي له ورقه كده وبيقول له اقرا اللي فيها. بيتضح ان دي دعوه من جامعه الجنوب الصينيه. بيقول له هنا احنا عاوزينك تنضم لينا. شو بيتضايق منها كده ورمى الورقه تاني. البنت بتتعصب منه هي كمان وبتقول له الزم حدودك. شو ما بيردش عليها اصلا، ولكن فجاه بيمسكوا شاب هنا. بيقول له دي رغبه الجامعه ولازم تيجي معانا. شو بيتضايق كده وبيقول له سيب ايدك يلا. الواد بيشد معاه اكتر، وشو بيجيب اخره بيكسر جسمه حرفيا، وبعدها بيمشي. بس الواد ابو شعر بني بيقول له انت مع اللي عملته. شو بص له بكل رعب كده وقال له مين سمح لك تتكلم معايا. الواد بيكتم خالص، وشو بعدها بيروح الكهف علشان يعزز قوته.
بتيجي بعدها البنت لول عنده وبتقول له افراد الجامعه الجنوبيه شايلين مننا كتير. شو بيبدا يفكر ولكن مره واحده بيحس بهاله زلزله المكان. المعلمه بتاعته بتقول له هو ايه اللي بيحصل، بس اول ما شافت شو لقت وشه متغير خالص. بيعرف ان في اشخاص قدامى يعرفهم وصلوا العالم ده. على الجانب الاخر بنشوف ان معلم ليه واقف مع شخصين كده، بيتضح ان هم دول اخواته، واللي وقتها ساله وقال له انت جبت الدواء اللي عاوزه ولا لا. اخوه بيقول له ايوه اتفضل اهوت، ويا عم كمان لو عرفت صقلها فانا هساعدك. بس مره واحده اخو المعلم بيهجم على واحد جاي عليهم، بيتضح ان هو ده شو والمعلم بيطمن عليه. المهم معلم ليه بيعرفه على اخوه، بيقول له هو ده اخويا واسمه باي. شو طبعا بعد ما سمع الاسم ده بيفعل كل هالته وكانه يعرفه. باي بيشعر بهالته وبيقول له انت عارفني ولا ايه، بس شو بقى كان هجم على تلميذه واندار على باي. معلم ليه وقتها بيزعق لشو ما كانش فاهم اللي بيعمله. شو هنا بيكون خلاص هيقتل باي ولكن بيصد هجومه. شو جسمه بينكشف كله وخلاص هي دي نهايتك ولا ايه. اخوه وقتها بيتدخل وبيقول له انت بتعمل ايه، الاكسير اللي معانا ده مفيش حد يقدر يوصله لاعلى جوده الا شو. انا ما كنتش مصدق في البدايه ولكن هتشوف ده بعينك. بس هو ليه شو هجم عليهم في الاول؟ في الماضي كان شو يعرف المعلم باي وكان في شويه ضغائن ما بينهم ولكن هو ما يعرفوش دلوقتي. المهم المعلم باي بيقول لاخوه ماشي ولكن لو ما نجحش فانا هقتله. بيدخلوا بعدها لجوه وشو بيبدا في انه يستخدم الخيمياء، بينجح فعلا في تطويرها والكل ما كانش مصدق. بيديلهم الحبوب بعدها والمعلم قوته بتزيد جامد. شو بيقول له هي مش هتحسن قوتك وخلاص بل وكمان هتزيل كل السموم اللي في جسمك. اخوه بقى بيعجبه الموضوع وبيقعد يطبل لشو. شو بقى بيتضايق منه وده علشان هو عارف انه بيمثل عليه. بس فجاه بتجيله رساله على الموبايل والواد انصدم تماما. بيعرف ان طائفه يانج هجمت على عائلته تشو. جدة شو بيحاول يعمل اي حاجه ولكن الحمل كان تقيل عليه لوحده. في اللحظه دي بيكون خلاص هيموتوا ولكن شو بيلحقهم. الواد هالته بتكون متغيره جدا، بيقول له هتندم اشد الندم على اليوم اللي فكرت تيجي فيه هنا. المعلمين بعدها بيوصلوا افراد عائله شو بيكونوا مفكرين جايين يساعدوا شو، بس المعلم باي بيقول لهم احنا ملناش دعوه باللي بيحصل هنا. اخوه وقتها بينصدم وبيقول له انت بتقول ايه، لو فعلا ما كنتش هتساعده فانا هعمل كده. المعلم باي بيقول له ما انصحكش تعمل كده وبالذات احنا اشخاص من بره العالم ده. شو بيكلمهم هنا وبيقول لهم انا مش محتاج مساعده منكم. لا جامد يعني. شو في ثواني بيهجم على المعلم هان ولكن بيقدر يصده. بيقول ما بدهاش بقى. شو بيفجر هاله مرعبه وبدا جسمه في التغير. ده ايه الجمدان ده يا ابني والله. الكل كان شايف اللي بيحصل ومحدش كان مصدق ان هو ده شو. ده حتى اخو المعلم بيحس بالخطر منه. شو بعدها استدعى سيفه وهي ضربه مسحه بيها. المعلم بيترعب من قوته ولكن بيكون عنده خطه، بيجمع كل هالته وهجم بيها على شو. بس هو ده هيوقفه يعني ولا ايه. شو بيعدي من وسط هالته وبم طريق السلامه انت. المكان بيتدمر بالكامل وشو بعدها هالته بتختفي. بيفقد وعيه من كتر التعب ولكن البنت شو بتلحقه قبل ما يقع. كلهم بيخافوا عليه ولكن المعلم ليه بيطمنهم. بيغادروا المكان بعد ما البنت يو اعترفت لشو بكل حاجه. بتروح بعد كده عند الشخص اللي عاوز ينتقم من شو. البنت مش جايباها لبره ولسه عاوزه تقتل شو. الشخص ده بيقول لها لو ما كنتش عاوزه تنتقمي من شو فانا ما كنتش هساعدك ولكن اتمنى المره دي ما تخيبيش امالي. على الجانب الاخر بيكون شو صحى وراح عند جدة شو. الجدة شو وقتها بيسلم عليه وبيقول له جبت لك الاشخاص اللي انت عاوزها اهيت، بس انا مش فاهم انت ليه عاوز العدد الكبير ده من افراد عائلتي. شو بيقول له علشان ننتقم من مدرسه يانج. هو صح دمرناها اخر مره ولكن ده مش كفايه. بيطلع كتاب كده وبيقول له لازم عيلتك تتعلموا قبل ما نهجم عليهم. جدة شو بيشكره هنا ولكن شو بيقول له مفيش داعي. المعلم يوانا اول ما فتح الكتاب انصدم، بيعرف ان ده فن قتالي رفيع المستوى. جدة شو هو كمان انصدم وما كانش مصدق ان شو معاه كتاب زي ده. شو بيمشي بعدها وعلى اخر النهار كان ماشي مع صاحبه هنا. صاحبه هنا بيقول له انا مش فاهم انت ازاي لسه بتروح لمدينه تونج برغم انك اهنت افراد جامعه الصين الجنوبيه. شو بيقول له ايه المشكله يعني، انا بس رايح اجيب اغراضي. بيقول له حس كده يا عم فانا جاي معاك. بس فجاه اثناء ما هما بيتكلموا بتعترض طريقهم البنت ياو. البنت هالتها متغيره جدا وشو بيقول لها انت لسه بتعملي ايه هنا، ما بتردش عليه وهنا استدعت زومبي من كل مكان. شو وقتها بيعرف انها استخدمت احدى التقنيات المحرمه. بيكنسل التقنيه هنا ولما بص لها البنت ياو اختفت. بيكون متضايق جدا ولكن بيلاقي شياو في وشه. بيقول له انت بتعمل ايه هنا. شياو بيرد عليه وبيقول انا كنت بشتري لك باب حديدي. هو صح انت عندك واحد ولكنه خشب وغير امن. صاحب شو وقتها بيستهزأ منه وقال له شو انت مصدقه ولا ايه. شو فعلا بيصدق شياو. بيقول له تمام ماشي انا مش عاوز اكون مدلك باي حاجه ولكن خد الكتاب ده مني. شياو بيشكره جدا وشو بيقول له لازم تتعلمه النهارده. بيمشي بعدها وده علشان ما يتاخرش اكتر من كده. بس اول ما ركب العربيه لقى كل اصحابه معاه. الواد ما كانش فاهم حاجه وقال لهم انتوا بتعملوا ايه هنا. معلمته بتقول له هنا ان عيلتها موجوده في نفس المدينه اللي هو رايحها. المهم يعني بيوصلوا على الفندق والبنت لو بتكلم شو هنا. بتقول له جامعه الصين الجنوبيه بعتت لنا دعوه علشان نقابلهم بكره. شو ما كانش مهتم خالص ولكن البنت شو بتقول له انت جيت هنا ليه. بيقول لها علشان في حاجه محتاجها ضروري. بيمشوا بعدها كده وبيوصلوا على احدى البيوت. الباب بينفتح هنا وطلع منه واحد. بيقول له شو امشي من هنا علشان مش هتقدر
توفر لي الفلوس اللي محتاجها. شو بيقول انا جاي اعمل صفقه مش اكتر. انت عارف ان عائله هيو اعلى عائله ملاكمه في جنوب الصين، ولكن محدش يعرف ان فن العائله ده تم فقده من زمان. باختصار انا بعرض عليك تقنيات الملاكمه الكامله لعائله هيو. المعلم وقتها انصدم لان محدش يعرف الكلام ده بس الا العائله. بيدخل شو بعدها وبيقول له ايا كان اللي قتله فمش لازم حد يعرف الكلام ده. شو بيقول له ما تقلقش من حاجه. المعلم بعدها بيطلع شظيه كده وشو سيفه بيمتصها. بيقول له الشظيه دي تخصني. بيطلع لبره بعدها وبيقول له استعد علشان اوريك التقنيات دلوقتي. بالفعل شو بيبدا والمعلم كان مصدوم جدا. بتدخل عليهم بنت كده وكانت البنت اللي من جامعه الصين الجنوبيه. البنت اول ما شافت العيال بتقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ بنعرف ان المعلم ده هو جدها. البنت بتقول لجدها انت ازاي دخلتهم؟ احنا بينا وبينهم كراهيه كبيره جدا، وايا كان اللي سمعت ليه فما تصدقوش علشان ده كله كذب في الفاضي. شو وقتها بيرد عليها وبيقول لها انا جاي هنا علشان اعمل صفقه. الجد هنا بيهدي شو ولكن حفيدته بتساله. بتقول له معقوله يكون هو ده الشخص اللي كنت بتدور عليه؟ بيقول لها ايوه، ولكن فجاه بيخش عليهم 4 اشخاص كده. المعلم هيو بيتعصب من اللي عمله وقال له انت جيت هنا ليه؟ جيم بيرد عليه وبيقول له انت ما فقدتش تقنيات الملاكمه الخاصه بعائلتك ولا ايه؟ انا ليه شايف انك بتعلمها للشاب ده؟ المعلم هيو بيقول له مين قال لك انها مفقوده؟ وغير كده لو سمحت لك بالزواج من شيا فانا مش هكون راضي. جيم بيقول له طيب انت اللي جبته لنفسك، لو كنت خطبت شيا فانا كنت اتظاهر بان مفيش اي حاجه حصلت. جيم بعدها بيامر العيال بالهجوم عليهم. شو وقتها بيكلم صحابه وبيقول لهم يلا بينا، احنا ملناش اي علاقه باللي بيحصل هنا. بس جيم بيضحك له كده بيقول له حضور ليك مش كافي ولا ايه؟ بيقعد يستهزأ من شو هنا ولكن بوم مريح يلا. الكل وقتها انصدم وشو كان واقف ولا هزه حاجه. جيم بيتعصب منه جامد ولكن لما بص فوق انصدم اكتر، لقى سيف ضخم فوقه وشو بيكلمه هنا. بيقول له حظك حلو عشان ما عنديش نيات لحد النهارده. بيمشي بعدها والبنت شيا كانت واقفه وشايفه ده كله. جين قبل ما يمشي سأل جد شيا وقال له مين الشاب ده؟ شيا في الوقت ده بترد عليه وبتقول له هو ده الطالب الجديد لجدي. جدها وقتها استغرب كده ولكن قال له ايوه. جين بعدها بيمشي ولكن كان متضايق جدا. بيقول في نفسه لو ما كانش الشاب ده ورث تقنيات الملاكمه الكامله فانا هقتلهم كلهم. البنت شيا بعد ما جين مشى بتقول لجدها هنعمل ايه دلوقتي؟ انا من رايي الاحسن نطلب المساعده من الشاب شو ده. بيقول لها ايوه مفيش حل تاني. المهم بنرجع لشو كان ماشي مع صحابه هنا، بس فجاه بيشعر بان حد ماشي وراهم. بيدخلوا في شارع كده والبنت لما بصت انصدمت على اخر. ده اللي هو ازاي عدوا من طريق مسدود يعني؟ بس مره واحده شو بيظهر من وراها. بيقول لها انت كنت بتراقبينا ليه؟ البنت فضلت تتوه عن الموضوع ولكن في النهايه بتقول لهم انها اجت علشان تطلب المساعده من شو بيمشي وقال لها انا مش مهتم اصلا. بس شيا بتقول له انت عارف ان قوه عائله جين كبيره جدا وهم دلوقتي مش هيسيبونا في حالنا بعد اللي احنا عملناه معاهم. شو وقف كده وسالها ايه اللي بتعمله عائله جين في مدينه تونج؟ بتقول له ده علشان عائله جين كبيره وعندهم موهوبين كتير جدا. شو بيقول لها خلاص اتفقنا، انا هساعدك في حوار عائله جين ده. بيوصلوا على مكان كده وكان فيه افراد كتيره من جامعه الصين الجنوبيه. البنت اللي بتكلم شو بتقول له خلي بالك المكان ده يعتبر تجمع لطلاب جامعه الصين الجنوبيه. العيال فعلا بيتلموا على شو ده علشان ينتقموا منه. البنت وقتها كانت واقفه وشايفه اللي بيحصل. شو مره واحده بيطير العيال وبيهجم بسيفه على الشاب ده. بيقول له دورك يلا. بس فجاه عائله جين بتتدخل هنا. الشاب ده وقتها بيطير كلب شو يا ريته ما عمل كده. شو بيهجم عليه في نفس اللحظه وهوب طريق السلامه. شو بعدها بيقف قدام جين وبيقول له شكلك لسه بتدور على موتك. جين بيترعب منه جامد وقال له صدقني مش هعترض طريقك تاني. بالفعل شو بيسيبه يمشي وياه بتضرب عصفورين بحجر. بتقتل جين وقتها وكده يعتبر شو هو اللي قتله. افراد عائله جين بتوصل هنا والشاب ده بيقول له شو انت اللي قتلت جين ولا لا؟ شو في لمحه عين كان قدامه وقال له احسن لك ابعد عن طريقي. بس الواد بيقول له المفروض اخاف انا كده يعني ولا ايه؟ شو بيقول له طيب تمام. العيال بيهجموا عليه وقتها ولكن بيقفوا مره واحده بينقتل واحد ورا التاني واللي كان بيعمل كده هي ست عجوزه. في نفس الوقت ده شو كان جاب اخره وكان قدام الشاب ده بيقول له انت عاوز تموت ولا ايه؟ انا ما قتلتش حد علشان تتهمني بان اللي قتلت جين. الواد بيقول له ده ازاي كده والكل شافك وانت بتقتل جين. ما لحقش يكمل كلامه وهوب قتله هو كمان. العجوز بعدها بتركز مع شو بتقول له انت مش شايفني واقفه ولا ايه؟ بتهجم عليه هنا ولكن شو بيعمل معاها الواجب. معلمه شو في الوقت ده بتوصل وراحت تطمن عليه. العجوز بعدها بتكلم شو بتقول له انت قتلت اخويا وعلشان كده استعد لموتك. شو بيتضايق منها جامد وقال لها انا ما قتلتوش ولو كنت مصر على كده فانا هقتلك. العجوز ما بتسمعش له شو بيهجم عليها بس الغريب انها ما تاذتش باي حاجه. شو بيقول لها بعد عن طريقي والا هقتلك. في اللحظه ديت ياو بتعرف انه كان بيهجم عليها بتحاول تهرب بسرعه ولكن شو بيمسكها. بيكلم العجوز هنا وبيقول لها انا مش هشرح حاجه واكتشف ده بنفسك. الشاب ده بعدها بيزعق لشو ولكنه كان ماشي اساسا. الواد بعدها بيقول لسيدته هنعمل ايه دلوقتي؟ بتقول له معرفش ولكن على اي حال لازم تعرف لي مين هو الشاب ده. يا وقتها ضحكت كده والعجوز استغربت جدا بتقول هو ايه اللي بيضحك مش فاهمه. يا بترد عليها وبتقول لها انها تعرف شو. على الجانب الاخر بنروح لعند منزل عائله شين. بتعرف شو على عائلتها وكانوا سعداء بيه جدا. والده شين بتكلمه هنا وبتقول له تعالى ورايا. بتشكره هنا علشان ساعد بنتها في تعزيز مهاراتها. بتقول له كمان انها عرفت اللي حصل بينه وبين عائله جين. بتاكد عليه هنا وبتقول له مش عاوزاك تستهزأ من عائله جين لانها كبيره جدا. شو بيرد عليها بكل ثقه وبيقول لها ما تقلقيش من
حاجه. بتقول له بس انت قتلت جين واللي يعتبر ثمره العائله ديت. شو وشه بيقلب كده وبيقول لها انا ما قتلتش جين. على الناحيه الثانيه لما بنرجع لعند ياو بتكون العجوز ماسكاها ونازله ضرب فيها. البنت ياو بتكذب عليها وبتقول لها شو هو اللي قتل اخوكي ده، حتى قبل ما يقتله كان في عداوه بينه وبين اخوكي، ولو ما كنتش مصدقه فاسال اللي كانوا معاه. الشاب ده بيجي وبيقول لها ايوه صح هو اللي قتله. العجوزه اتعصبت جامد وقالت لهم جهزوا حراسنا علشان نروح لعائله شين. في الوقت ده كان شو عارف ان العجوزه جايه هي وحراسها. شو بيضحك كده وبيقول لهم لو وصلوا هنا فاعتبروهم في عداد الموتى. بيروح لعند الجبل وهناك بيقابلهم. العجوز بتستهزأ منه كده وبتقول له ما تفكرش ان عائله شين تحميك يعني، بس في حاجه عاوز اوريها لك، يا ترى انت تعرف الاثنين دول ولا ايه؟ والمفاجاه ان هم البنت شيا وجدها. شو بيتعصب منها جامد وقال لها الحوار ده ما بيني وبينك. بتقول له طيب ومين هيدفع ثمن حياه اخويا؟ العيال بيهجموا عليه هنا، ولكن تفتكروا شو هيحصل له حاجه؟ معلم ليه وقتها اتدخل هنا والكل انصدم. بيكلم شو بعدها وبيقول له لو ما كناش وصلنا لو كنت ميت من زمان. المعلم باي وقتها بيكلم شو بيقول له انت ناوي تقتلهم كلهم ولا ايه؟ شو بيقول له ايوه وهتشوف ده دلوقتي. بيستخدم سيفه هنا واول اتنين هجموا عليه طريق السلام انتو. ما حدش كان مصدق الهجوم اللي شو عمله. شو بينزل عليهم بكل غباء وما حدش كان لاحق يشوفه. ده المعلمين بنفسهم بداوا يخافوا منه. شو خلص عليهم كلهم وبعدها راح لعند ياو. بيقول لها بكل غضب مين اللي قتل جين. البنت بتخاف على الاخر وبتقول له انا اللي قتلت جين. العجوز اول ما سمعت كده انصدمت على الاخر. ده اللي هو ازاي غفلتيني كده. شو بعدها بيفضل يعذب فيها والبنت جابت اخرها خلاص. بتقول له هنا مش عاوز اموت. وشو بيقول لها يلا غوري. بس هو الموضوع هينتهي بالسهوله دي ولا ايه؟ يا وقتها مسكت البنت شو قالت له هتستسلم بقى ولا ايه؟ بيقول لها ده في احلامك والبنت اتعصبت اكتر. لسه هتهجم على البنت شو ولكن شو انقذها. بيطلع سيفه هنا وبوم رزعها واحده جابت اجلها. العجوز اول ما شافت كده بتقول انا هعمل ايه دلوقتي، ولكن في الوقت ده بيتدخل تلميذ المعلم باي. بيقول لهم طالما سوء الفهم ده تم حله فليه ما نصفيش الكراهيه اللي بين شو وعائله جين. شو وقتها رد عليه وقال له انت فاكر نفسك مين يلا. يا في الوقت ده بتكلم العجوز اللي وراها وبتقول لها انسى العداوه اللي بيننا ويلا نقتل شو قبل ما هو اللي يعمل فينا كده. بالفعل هما الاثنين بيتعاونوا وبيبداوا بالهجوم على شو، بس شو كان واقف ومش همه اي حاجه. الواد في اقل من الثانيه كان ورا العجوز بوم قتلها في مكانها. البنت يا بعدها بتقول له انت ما قتلتنيش ليه؟ انا كنت متاكده انك مش هتقدر تقتلني وده علشان انت ضعيف جدا. في اللحظه دي شو بيضحك والبنت انصدمت كده، لقيت قلبها متدمر وما كانتش فاهمه ايه اللي حصل. شو بيقول لها انت فاكره نفسك مين؟ انا ما كنتش عاوز اقتلك علشان ما لطخش سيفي بدمك. البنت يا ضحكت كده قبل ما تموت وقالت له هلعنك قريب. شو كان واقف كده وقال لها انا مستعد لاي حاجه، بس المعلم باي كان شايف اللي حصل وما كانش عاجبه الوضع نهائي. ده كمان بيفكر في انه يقتل شو. يا الهي. بعد ما البنت ياو ماتت الشخص اللي بعتها بيعرف ان شو قتلها، بس وقتها بيدخلوا عليه شخصين كده وبداوا يكلموه هنا على الجانب الاخر وتحديدا عند جامعه الصين الجنوبيه. شو كان واقف قدام بوابتهم والشاب ده بيقول له انت عاوز ايه، بس ده كان ساعتها في شاب عمال يعتدي على الطالب اللي قدامه بيكون هيضربه هنا ولكن ده هو اللي اتحط عليه. شو بيقول في نفسه هو ده المطلوب، شكله ما غلطش في العنوان ولا حاجه. الشاب ابو شعر بني اللي شفناه قبل كده ما كانش عارف ان اللي قدامه هو ده شو. بيقول له انت عاوز تموت ولا ايه. شو وقتها لف كده وقال له هو انت. الواد اول ما شافه اترعب جدا. بيقول لهم سلام دلوقتي والشاب ده بيهجم على شو، بس كلب شو وقتها بيتحول والعيال انصدمت على الاخر. البنت شو بتقول لهم لو كنتوا عاوزين تروحوا زي ما جيتوا لازم تسلموا حجره الروح الخاصه بيكم والا هيقتلكم حالا. العيال فعلا بتعمل كده ولكن فجاه بيتدخل واحد هنا بيقول له انت بتدور على موتك ولا ايه؟ معلم في عالم الكيو قتلك بالنسبه له ولا حاجه. شو بيتعصب كده وبم كف على الطير ريحه مكانه. بيتم تصويب عليه سهام ولكن بيقدر يمسكها. بنعرف ان هو ده معلم الشاب اللي اتكلم عليه. المهم بيكلم شو هنا وبيقول له لا جامد يا صاحبي. الواد بيتضايق كده وبيقول له معلمه ايه اللي انت بتقوله ده؟ معلمه ما بيدلوش اي اهتمام وبيقول له شو لو كنت عاوز تقاتل فانا ما عنديش اي مانع، انت اول واحد اشوفه قدام بوابتنا علشان يقاتل، ولكن بما انك عاوز كده فانا همنحك الامنيه ديت. الشاب ده بعدها بيهجم على شو ولكن ده باين شو فعل الغريزه الفائقه ولا ايه يا صاحبي. بيظهر من قدامه فجاه وهوب اداله واحده كسرت عظم دراعه. شو بيقول له قلت لك انت مش قدي، وفجاه الواد بيغمى عليه. شو بيقول لهم اللي بعده والشاب اللي انضرب منه في الاول بيكلمه هنا بيقول له ما تفكرش انك ما هتخسرش، المكان اللي انت فيه مليان بالموهوبين وهتندم انك فكرت تيجي لهنا. البنت لو بتكلم الجانجو بتقول له انت في كل مره كنت بتيجوا لجامعتنا علشان تتباهوا مش اكتر، بس المره دي هو ده دورنا. الشاب ده بيقول لهم انتوا صدقتوا نفسكم ولا ايه؟ انتم مجرد اوباش مالكمش اي لازمه، وعلى اي حال هو ده يوم سعدي. انا مش مصدق ان الجائزه اللي عائله جين حطها واقفه قدامي، وبصراحه ما اعرفش هم ازاي راسمين شو كده. ما علينا يعني. البنت لو بعدها بتهجم عليه ولكن بيقدر يفادي هجماتها. بيرد ساعات الهجوم عليها والبنت شو بتخاف عليها جدا، بس شو بيمنعها وبيقول لها سيبيها تتعامل. البنت لو بتصد كل هجماته ولكن الواد كان عنده الافضليه، بيقول لها كفايه كده وفعل كل قوته. البنت لو بتهجم عليه تاني ولكن في اقل من الثانيه كان وراها بيكون هيقتلها ولكن البنت لو بتغفله. الواد بيتحمس اكتر وبعدها بدا يلف حواليها بسرعه. شو وقتها بيعرف انه بيغش ولكن على مين. لو بتستخدم الصوت بتاعها والواد انشوى يا عيني، بيقعد يتوسل لها وقال لها مش هضايقك تاني. شو بيقول له خلصانه يا عم ولكن
ولكن فين هي شظايا السيف؟ بيقول له في اشخاص يجي قبلكم وكانوا عاوزين الشظايا برضه. على اي حال اللي انت بتدور عليها هتلاقيه في غرفه مجلس الطلبه. البنت اللي هو بعدها بتروح لغرفه مجلس الطلبه ولكن شو بيمنعها. بيقول لها في حاجه غريبه هنا، والمفاجاه ان كان في تلاميذ مقتولين جوه. شو في الوقت ده بيقول لهم احنا تاخرنا، ولكن تلاميذ جامعه الصين بيدخلوا كلهم. الشاب ده بيقول للرئيس بتاعنا شفت اشخاص بيدخلوا لغرفه المجلس، اكيد هم لسه جوه ولازم تعرف ايه اللي بيحصل. المهم شو اصحابه بيتحطوا فيها والوضع كان سيء جدا. الشاب اللي واقف قدامهم بيقول لهم ان مجلس الطلبه بيمنع اي حد غريب من الدخول، بس بما انكم اللي جوه فانتوا اكيد اللي عملتوا كده. البنت شو بتقول له هي دي غلطتكم، لو ما كنتوش اخفتوا شظايا السيف ما كناش هنتعب نفسنا ونيجي لهنا. الشاب ده بيقول لهم مين هو اللي جابكم لهنا؟ انا عاوز اعرف من الشخص او المدرسه اللي بعتتكم. شو بيقول له ما فيش داعي ناخد اذن ولا حاجه، الشظايا دي بالفعل تخصني. الشاب ده بيقول له ده ايه الحلاوه دي؟ عاوز تمشي وانت قتلت بالفعل احدى تلاميذ جامعتنا؟ ده اللي هو ازاي كده؟ شو بيقول له قلت لك انا مش عاوز مشاكل، انا ما قتلتش حد وبدل الاتهامات الباطله ديت دوروا على اللي عمل كده. الشاب ده بيقول له انت الوحيد اللي معاك سيف هنا. طيب انا عاوزك تفسر لي العلامه اللي موجوده على الحيطه ديت. الشك بيبدا يزيد اكتر والشاب ده بيكلم شو بيقول له ازاي تجرأت تقتل عضو من مجلس الطلبه علشان حته شظيه؟ شو بيقول له انت غبي ولا ايه؟ انا ما قتلتش حد هنا. الواد بيتعصب جامد وحرفيا هلته بتاحت المكان. نرجع بقى لعند المعلم بايو اللي كان بيكلم تلميذه. بيقول له الشاب اللي اسمه شو ده وصله ما حدش يعرف عنها اي حاجه، ولو سبناه كده فهو هيدمر كل مخططاتنا في المستقبل. تلميذه بيقول له انت ما تعرفش ولا ايه؟ مدرسه يانج استحوذت على شظايا السيف ودلوقتي رئيس عائله جين على وشك المغادره. المعلم باي بيقول له تمام، وبعدها بنرجع للطالب ده بيأمر التلاميذ باعتقال شو ولكنه بيكلمه هنا. بيقول له انا جيت الجامعه بس علشان شظايا السيف وكمان علشان اخلص كام شغله كده، بما ان جميع الطلاب هنا فليه ما نصفش الحساب دلوقتي؟ الطلاب بيسخروا منه والواد بيقول له انت عاوز ايه؟ شو وقتها بيطلع سيفه وبدا يطير في الجو كده. الطلاب ما كانوش فاهمين اللي بيحصل لحد ما طلع كتابه السماوي. بيقول لهم اللي عاوز يواجهني يورينا عرض كتافه. الواد بقى طبعا بيكلم شو وبيقول له عائله جين بتدور عليك دلوقتي، احنا مش عاوزين مشاكل علشان لو فضلت هنا فهي هتدخل الجامعه وعلشان كده الافضل انك تغادر دلوقتي. الطالب ده بيقول له حايز منا ولكن بيقول له مش هو اللي قتله. العيال ما بتسمعش له على طول بيهجموا على شو، ولكن على مين؟ ده احنا معانا شو ابن الجامدين. العيال اول ما شافوا قوته بيجيبوا لورا، رئيسهم بيقف في طريقهم وبيقول لهم انتوا مجرد اغبياء، انا قلت لكم ان شو مش هو اللي قتل زميلنا، وحتى لو هاجمناه بكل قوتنا فده كله مضيعه للوقت. الرئيس بعدها بيكلم شو وبيقول له هتحرى في الجريمه وهقول لك عن النتائج بعدين، بس الاول في حاجه عاوز اسالك عليها. بيستخدموا هما الاثنين نفس التقنيه ولكن شو كان احسن. الرئيس اول ما شاف تقنيته بدا يكلمه، بيقول له انا الوحيد اللي دخلت العالم الحكام وقدرت استخدم التقنيه ديت، بس اللي انا مش فاهمه انت ازاي بتستخدمها برضه. شو بيضحك كده وقال له ده مجرد تقنيه ملهاش اي لازمه عندي. الرئيس بيهجم عليه ساعتها ولكن شو بيكنسلها في ثواني. الواد واقف مصدوم من تحكم الرهيب في التقنيه. الطلاب بيخافوا عليه ولكن فجاه بيلاقوه واقف قدام شو بيقول له اسمح لي ابقى تلميذك، والكل انصدم حرفيا. شو بيفكر كده وبيقول له تعالى معايا هبقى افكر في الموضوع. الرئيس بعدها بيكلم الطلاب وبيقول لهم دوروا انتوا في القضيه، انا هخرج شويه كده وراجع. على الليل وفي احدى البيوت البعيده تلميذ المعلم باي كان واقف مع الشخص ده كده. الشخص اللي جنبه بيقول له انت متاكد ان شو هيجي؟ بيقول له ايوه بدون ادنى شك هو هيجي. والمفاجاه ان هو كان معاه شظيه السيف اللي كان شو بيدور عليها. ده كمان ساعتها بتخش عليهم البنت شين بتقول لزعيم عائله جين بقى انت جاي كل ده علشان تنتقم من شو؟ الزعيم بيقول لها ايه اللي دخلك في الموضوع؟ هو انت حابه تكون عدوه لعائله جين ولا ايه؟ بتقول له مش كده ولكن عاوز احمي تلميذي. ده كمان المعلم هيو بيدخل والحوار بيولع اكتر. زعيم عائله جين بيستغرب هو بيعمل ايه هنا ولكن كلها ثواني وشو كان وصل. تلميذ المعلم باي اول ما شافه بيقول للزعيم جين سلام انا بقى، بس شين وقتها بتوقفوا هنا وبتقول له استنى انا متذكره اني شفتك قبل كده مع شو، يا ترى انت ليه مش عاوز تسلم عليه المره دي؟ الواد بيهجم عليها ساعتها وبيقول لها انت شكلك ناويه على موتك. المعلم هيو بعدها بيقول له شو امشي انت واحنا هنتصرف. البنت شيء بتقول له نفس الكلام ولكن شو ما بيسمعش ليهم. زعيم عائله جين بيقول له انت غبي علشان تواجهني لوحدك. بيهجم عليه باحدى مهاراته ولكن شو كان واقف ومش همه حاجه. المكان بينفجر والكل فكر ان شو مات، بس شو بيخرج ولا كانه حصل له اي حاجه. الواد اللي عاوز يبقى تلميذه بيقول له اسمح لي قاتل معاك. بيهجم عليهم هنا ولكن يا خيبتك. شو بعدها بيفعل هلته وبيقول له اتعلم يلا. العيال بتهجم عليه ولاول مره درع شو ينكسر. شو ساعتها بيضحك كده وبعدها بيقول له اصحابه اخرهم وانا هتعامل مع الباقي. بيستدعى سيفه هنا والشظيه اللي مع تلميذ المعلم باي بتتوجه نحوه. زعيم عائله جين بيحاول يمسكها ولكن ده سيفه بينكسر من قوتها. الزعيم انصدم واللي هو ده ازاي كده؟ سيف الروح اللي معاه ده اخد وقت طويل علشان يتم صناعته، فازاي انه ينكسر بالبساطه ديت؟ زعيم عائله جين بيتعصب جامد وبيقول له هتدفع الثمن على الاخر. فرق شو وقتها بيعطل الزعيم بتاع عائله جين وده عقبال ما شو يخلص عمليه الاختراق. بينجح بالفعل والكل بدا يقل منه. بيشكر بعدها تلميذ المعلم باي وقال له شكرا على الشظيه ديت. الواد اول ما شاف هالته انصدم جدا، بيعرف انه دخل في عالم الكارثه. زعيم عائله جين بيهجم عليه هنا
ولكن شو ردها له الضعف. في اللحظه دي تلميذ المعلم باي بياخدها مكان زعيم عائله جين. الواد بيحس خلاص انه على وشك الموت، بس بيكلم شو هنا بيقول له معلمي هينتقم منك، وبعدها الواد بيموت. شو ما كانش مدي اي فعل، ولكن المعلم باي بيحس بموت تلميذه. اخوه بيقول له انت مالك، وكان حاسس ان في حاجه غلط. بيقول له بكل حرقه شو قتل تلميذي، انا مستحيل اسيبه اكتر من كده. تلاميذ عائله جين اول ما شافوا اللي شو عملوا بيسخروا منه، بيقولوا له انت ما تعرفش مين هو معلمه ولا ايه. زعيم عائله جين بيتعصب وقال له كده كتير. البنت لو بتحذر شو، لكن ده شو يا بنتي. شو بيفعل هلته، والزعيم جين ما كانش مصدق ان هي دي قوه عالم الانعكاس. شو بيقول له مش بالظبط، ولكن عديت القوه دي من زمان وعلى وضعك يا شو يا رايق. من الناحيه الثانيه وعند مكتب رئيس جامعه يونهاي كان في 3 اشخاص بيهددوا رئيس الجامعه. البنت دي بتقول له اطرد شو اللي هتندم. الرئيس ما كانش عارف يعمل ايه في المصيبه ديت، ولكن بيتصل بالبنت له بيزعق لها جامد وبيقول لها ده كله بسبب شو. عشيره يانج حاليا عندي، والاحسن ان شو ما يجيش. البنت له بعدها بتكلم شو هنا وبتقول له عشيره جانج بعتت اشخاص علشان يأذوا التلاميذ. شو بقى كان واقف كده وقال لهم روحوا انتوا الجامعه وهتعامل مع عائله جين. بيمشي بعدها هو ومعلمته وبيوصلوا عند قاعه تدريب عائله جين. شين وقتها بتكلم شو وبتقول له هي دي قاعه عائله جين الاساسيه. البنات دول بيشوفوا شو قالوا له انت بتعمل ايه هنا. شو طبعا بعد ما شافهم بيسخر منهم جامد علشان هم دول حراس عائله جين، بس هم معذورين علشان شو خلص على عائلتهم. شو ساعتها بيفعل هلته وبيقول لزعيم عائله جين الاكبر ما هتظهرش ولا ايه. الزعيم طبعا بيتعصب جامد وقال له انت غبي علشان جيت لي هنا. البنت شين بتنصدم من هلته وبتقول هو ازاي عنده القوه ديت. شو بيبص له بجد كده وهوبا في لمح البصر كان قدامه بيهجم هنا بسيفه، ولكن صدمه بكل المقاييس. الزعيم بيمسك سيفه بايد واحده وشو كان مصدوم من قوته. بيكلمه هنا وبيقول له انت محظوظ جدا، لو اتاخرت ثانيه واحده كنت هتبقى في اعداد الموتى. البنت شين ساعتها بتقلق عليه جامد، بتقول له انت مش هتعرف تقاتله. شو بيهجم عليه تاني ولكن العجوز كان قوي جدا. بيكلم شو هنا وبيقول له انت ضعيف على الاخر. شو حتى بعد اللي حصل له ما كانش راضي يستسلم، بيضحك ليه كده وقال له صدقني هتندم، انا المفروض اشكرك ولكن ما اعرفش ازاي هرد لك ده. انا ما توقعتش ان سيفي عنده القدره على امتصاص الطاقه الروحيه، ولكن السؤال دلوقتي هزاد قوه قد ايه بعد ما قتلك. الزعيم اول ما سمع كده بيبدا يقلق منه، بيهجم عليه هنا وبيقول لازم اقتله بسرعه. بيهجموا على بعض هما الاثنين في نفس الوقت والقتال كان مولع ما بينهم. شو كان متحمس جامد وهنا طلع سيف ازرق بيخترق جسده هنا وخلاص القتال انتهى. شو بعدها بيوقف السلاحين جنب بعض وبيندمجوا هما الاثنين جوه جسمه. الطالب ده بعدها بيكلم شو بيقول له هي زراعتك اختفت ولا ايه؟ انا ما بشعرش بذره وجود هاله منك. شو بيبدا يقول له الموضوع. فبعد دمج السيفين جوه جسمه قوته تم فك الختمه عنها شويه، بمعنى اخر هالته لسه موجوده بس ما حدش منكم يقدر يستشعرها، وده علشان حدودكم بسيطه. بيقول لهم ساعتها عائله جين انتهت دلوقتي وحاليا هروح اتعامل مع مشكله جامعه يونهاي. على الناحيه الثانيه وعند مساكن جامعه يونهاي بيكون في شخص بيتكلم وكان متضايق جدا، بيقول كنت عاوز اهدده بعيلته ولكن ما توقعتش انه يتيم، والمفاجاه ان هو ده الشخص اللي كان باعت البنت ياو. البنت اللي وراه بتقول له لو شو ما جاش في الوقت المحدد فهل فعلا هتقتل كل التلاميذ اللي هنا؟ بيقول لها مش بالظبط، ولكن بعد الساعه 6 هقتل شخص كل دقيقه لحد ما يجي. البنت لو وشو كانوا مستخبيين ورا الشجره وسامعين كل حاجه، بس وقتها الشاب ده بيمسك صاحب شو وقال له منور. العيال بيتم محاصرتها والشخص ده كان سعيد جدا، بيقول لهم ده انتوا كده خليتوا الموضوع اسهل علينا. بس واثناء ما هو فرحان شو بيوصل بنعرف ان هو ده الزعيم الاكبر لعشيره يانج. بيكلم شو بعدها وبيقول له كنت خايف لا مش تيجي. شو بيرد عليه هنا وبيقول له انت بتهددني باصحابي ولا ايه؟ انا ما توقعتش ان طائفه يانج خسيسه للدرجه دي. الزعيم بيقول له انت ازاي غبي كده؟ انت ازاي تجرأت تيجي لعندي من غير زراعتك؟ بس ده انت اللي غبي ومش عارف اللي فيها. الكل فكر انه خسر زراعته قدام زعيم عائله جين، ولكن زعيم عائله يانج بيكلمه بيقول له طالما اصبحت بلا فايده فانا بامرك تعطيني سلاحك الروحي والا هقتلك دلوقتي. شو بيقول له تعالى جرب وشوف اللي هيحصل. كلب شو بيهجم على العيال ديت ولكن بيتم قتله على ايد الشاب ده. يا الهي، شو حرفيا الغضب بيفر من عينيه، ولما العيال هجم عليه ما كانوش قادرين يصدوا قصاده. قوته اصبحت مرعبه جدا. الشخص اللي قدامه بيعرف انه بقى اقوى كمان، بيقرب بعدها من الشخص اللي قتل كلبه وكانت هالته مرعبه جدا. الواد ساعتها هجم على شو ولكن انت بتعمل ايه يا صديقي؟ الواد بيترعب وشو بيكلمه هنا بيقول له وقتك انتهى وفي اقل من الثانيه بيقتله. زعيم عائله يانج بينصدم من اللي هو شافه ده. كمان في بنت في احدى الاماكن بتشوف اللي شو عمله، بتقول في نفسها مستحيل كده، ازاي قدر يفعل قوه السماء والارض في نفس الوقت؟ انا لازم نعرف مين اللي عمل ده. بس هي مين البنت دي وازاي عرفت باللي شو عمله؟ بعد ما شو فعل طاقه السماء والارض البنت دي بتقول مستحيل كده، ازاي قدر يفعل طاقه السماء والارض في نفس الوقت؟ انا لازم نعرف مين هو اللي عمل كده. بتستخدم قوتها هنا وبتعرف ان الشاب ده هو اللي فعل الطاقه ديت. البنت ساعتها اتحمست جامد وبتقول ما توقعتش ان الاقي حد زيه. يا ترى لو نزلت عليه البرق الارجواني فهل هيقدر يستحمله ام انه هيتحول لرماد؟ البرق فعلا بيظهر وشو كان واقف هنا. زعيم طائفه يانج اول ما شاف البرق انصدم جدا
جدا. بيقول له انت ناوي على موتك ولا ايه؟ ولكن يا الهي شو بيمتص البر وزعيم طائفه يانج ما كانش مستوعب اللي بيحصل. شو بعدها بيضحك له كده بيقول له انت مستعد علشان اجرب عليك البر الارجواني ولا لا؟ زعيم طائفه يانج اول ما سمع كده بيخاف على الاخر، واللي هو يا عم انا كنت بهزر معاك وما تاخدش الموضوع جد كده، لكن ده هو اللي بيهجم على شو ساعتها وكان مفكر ان هو كده هيقتله. شو بيصدها بكل سهوله بيقول له ريح يلا، بيقتله قدام جماعه تلاميذ طائفته، والعيال اول ما شافت كده بيهربوا بسرعه. جاتكوا خيبه يلا انت وهو بقى، انتوا اللي كنتوا عاملين لي فيها رجاله من شويه. المهم البنت اللي هو بتشوف ان شو تعبان بتطمن عليه، ولكن بيقول لها اني متعب شويه. في نفس الوقت كان صاحب شو ملاحظ ان في حاجه غريبه، بيقول له شو هنا باين كلبك لسه ما ماتش يا صاحبي. بالفعل بنشوف البيضه ديت، بس ساعتها بينزل عليها البر الارجواني، وشو بيحس بالدوخه هنا، بيفتح عينه وقتها والواد انصدم جدا، لقى نفسه في جسم كلبه واصحابه ما كانوش مصدقين اللي حصل. لو بتقول له انت ازاي دخلت في جسمه، وشو بيبدا يفهمها اللي حصل، بيقول لها باين البر السماوي اخطا من جسمي وسقط على جسم كلبي بالغلط. العيال ما كانتش مستوعبه الكلام، ولكن بيظهر شخص من وراهم هنا بيقول له شو مش عارف اشكرك ازاي، فبعد ما قتلت زعيم طائفه يانج الطائفه هتبقى ملكي دلوقتي. بيهجم عليه هنا وبيقول له ورينا هتعمل ايه وانت مش في جسدك الحقيقي، بس ده هي ضربه ريحته خالص، ده ايه الجمدان ده كله، ده حتى مع انك كلب محدش قادر يحط عليك. البنت اللي هو بعدها بتكلمه هنا وبتقول له انت هترجع لجسمك ازاي، بيقول لها معرفش ولكن لو كنت عاوز ارجع لازم الاقي معلم في عالم الداو، انا همشي دلوقتي ولكن عاوزك تعتني بجسدي اثناء غيابي. من الناحيه الثانيه الشاب ده كان بيكلم التلاميذ اللي قدامه، بيقول لهم شو زراعته انخفضت دلوقتي وده معناه ان هو في اسوء حالاته ولازم نستغل ده ونهجم عليه. نرجع بقى لعند مقر عائله شو اللي كانوا التلاميذ دول بيهجموا عليه. الشاب ده بيقول لهم بما انكم رفضتوا عرض طائفه يانج فلازم يتم معاقبتكم. شو ساعتها بيوصل ولكن ما حدش كان متعرف عليه. البنت شو بتستغرب وقتها بتقول هو كلب شو بيعمل ايه هنا. الواد ساعتها بيسخر من شو ولكن شو بيرد عليه. الواد انصدم حرفيا وقال هي الكلاب بتتكلم من امتى. بيهجم على شو بيقول له هي دي اول مره يتم اهانتي فيها من كلب. شو بيفادي هجمته ولكن ما كانش عارف يتكيف مع جسم كلبه. الواد بيشك في نفسه وبيقول ازاي الكلب عنده القوه ديت. شو بعدها بيفعل هالة كلبه وبعدها الواد بيهجم عليه تاني بس المره دي بيقدر يصدها. لا جامد يا صاحبي. شو بعدها بيجمع هالته في ايده بم احلى مسا عليك يا صاحبي. قدر شو ساعتها بيكلم حفيدته وبيقول لها طائفه يانج انتهت دلوقتي، عاوزك بقى تاخد حبه من طلاب عائلتنا والدمار المتبقي منهم. بعدها قدر شو بيروح لعند شو وبيقول له انت ازاي دخلت في الجسم ده. بيقول انا قتلت زعيم طائفه يانج ولما استخدمت البر السماوي للمره الثانيه اصاب جسم كلبي بدل ما يصيبني. قدر شو اول ما سمع كده بيقول هو ازاي يقدر يستخدم البر السماوي وهو لسه ما وصلش لعالم الداو. المهم شو بيكلمه هنا وبيقول له لو انت اخترقت العالم الداو فبامكانك استخدام البر السماوي عليا وساعتها احتمال ارجع لجسمي. قدر شو بيقول له انت بتقول ايه يا عم، انا لسه بعد كل البعد عن عالم الداو، ولو افترضنا مثلا يعني ان وصلت لعالم الداو فانا ما اضمنش اني اكون مستعد برضه. شو بعدها بيقول له استدعى انت البر السماوي ومالكش دعوه بالباقي. على الناحيه الثانيه وعند المعلم باي بيقول يا ترى مين اللي استدعى البر السماوي مرتين النهارده بس، واثناء ما هو سرحان بيكلمه شخص من ظهره هنا بيقول له الموضوع وصل لفين دلوقتي. المعلم باي ساعتها بيقدم احترامه وبيقول لهم الحبه اللي سقلها سونج على وشك انها تكتمل، يا عم كمان بعد ما ينتهي منها راس والحبه هيكونوا ملكك. الشخص اللي قدامه بيرمي له حبه كده وبيقول له اعتبرها دفعه مقدمه بعد ما تسلمنا حبوب دمج الارواح. نرجع بقى لعند البنت اللي شفناها قبل كده واللي وقتها ما كانتش فاهمه اللي بيحصل. بتقول هو انا ليه مش قادره اشوف الحاضر او المستقبل، ده باين في حاجه اتغيرت وانا مش واخده بالي ولا ايه. نرجع للمعلم يوان واللي كان بيكلم والده بيقول له ارجع شويه علشان اخدت قراري. بيكلم شو بعدها وبيقول له حياتي بين ايديك دلوقتي. شو بيقول له ما تخافش يا عم الموضوع بسيط ومش هياخد وقت مننا، امسك دي بقى واستنى البر لما ينزل. البر فعلا بيظهر والاشخاص اللي مع المعلم باي بياخدوا بالهم. الشخص ده ساعتها بيقول ده ايه الصدفه ديت، انا مش مصدق ان في حد في العالم القحل ده يقدر يستدعي البر الارجواني، لازم نروح لهناك ونشوف مين اللي عمل كده. البر فعلا بيضرب شو وروحه بتتنقل زي ما خمن. المعلم باي وقتها بيحضر وما كانش مصدق ان شو هو اللي استدعاه. شو بعدها بيضحك له كده وبيقول له نورت المكان والله، انت وفرت عليا وقت اني ادور عليك. بيظهر من وراه فجاه والمعلم باي انصدم على الاخر. شو بيقول له مالك جبت الورا. المعلم باي بيقول له البر السماوي مش لعبه، ما تحاولش تقتل نفسك معايا. البر بيجتاح المكان والمعلم باي ما كانش قادر يستخدم قوته منه. شو بيمتص كل البر الموجود في المكان وحاجه اخر جمدان الصراحه. المعلم باي بيقول مستحيل اسيبه اكتر من كده. بيفعل هالته وبدا يهجم عليه هنا بس شو بيقول له انت غبي جدا. بيمتص هالته هنا والمعلم باي ما عادش عارف هيعمل معاه ايه. ده الهاله اللي استخدمها علشان يقتله امتصها علشان يبقى اقوى. جد شو بعدها بيخترق لعالم الداو وبعدها بيهدد المعلم باي هنا. شو بعدها بيغادر المكان والمعلم باي انصدم على الاخر. بيقول هو عارف اللي فيها ولا ايه. بيوصل لمكان الحبه والشاب اللي شفناه بيقول له انت عاوز ايه. شو بيقول في نفسه ما توقعتش ان هم يجوا بالسرعه ديت، اكيد لو معلم سونج انتهى من صقل الحبه فهم هيقتلوه. انا قوتي الحاليه ما تقدرش تحميه ولكن في طريقه. بيمثل عليهم بحجه انه يعرف المعلم سونج وكده يعني. بيقول لهم انا جاي هنا علشان اساعده في دمج حبه الارواح ولو ما كنتوش مصدقيني فشوفوا ده بعينيكم. الواد اول ما شاف البر السماوي بيعرف ان هو طالبه الرسمي. بيقول له ادخل ولكن المعلم باي بيقول له استنى بس كان فات الاوان وشو ما عادش همه حاجه خالص.
خالص. بيقول لهم لو كنتوا عاوزين الحبه فابعدوا عني الاحسن. العيال بتتردد ولكن المعلم باي بيهجم عليه. بيقول له انت ناسي ان زراعتك منخفضه ولا ايه؟ شو بيقول له خلصانه ولكن ما تزعلش بقى. بيكسر الحبه وقال له ورينا هتعملها تاني ازاي. الكل انصدم مكانه ولكن المعلم باي بيقول له برضه مش هسيبك. المعلم سونج وقتها بيستغرب كده. بيقول له انت ليه دمرت حبه دمج الارواح؟ بيقول له علشان لو كنت خلصتها فهم كانوا هيقتلوك. المعلم باي لما شاف الحبه اللي في ايده بيعرف انها حبه دمج الارواح. بيقول ازاي وانت لسه مدمرها حالا؟ مستحيل انك تكون بدلتها بواحده مزيفه. الاشخاص دول بيمسكوه بيقولوا له انت ازاي تجرأت تكذب علينا؟ انت ما قلتش انه انتهى من صقلها بالفعل ولا ايه؟ المعلم باي بيقول له الوضع مش كده، اكيد هو بدلها بواحده مزيفه. شو بيقول له قصدك الحبه ديت؟ مش عاوز اصدمك ولكن اصغر طائفه بامكانها صنعها. المعلم باي بيجيب اخره وبيقول مش انا الوحيد اللي هنتهي هنا. بيفجر نفسه وقتها وبعد فتره من الوقت بنشوف الولد ده بيدي شو حبه وقتها وكان مغمى عليه. جده بيدخل عليه ساعتها وبيقول له ملوش لازمه اللي بتعمله ده كله. هو بالفعل بدا يستعيد عافيته شيئا فشيئا. انا بامكاني الشعور بان الشاب ده اقوى من اي حد موجود هنا. شو بعدها بينبعث منه هاله قويه جدا. جد الواد بيخاف على الاخر وبيقول له خليك بعيد عنه، احنا ما نعرفش عنه اي حاجه وعلشان كده قول لطائفه الارواح عنه. بعدها بقى بنروح لطائفه الارواح وكانوا حاسين بالهاله المنبعثه من شو. بيعرفوا ان هي جايه من قريه ورق الشجر وبيروحوا لهناك علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. نرجع بقى لشو اللي كان فاهم من غيبوبته وكان مستغرب هو ازاي لسه عايش. بيحاول يستخدم هالته هنا ولكن جسمه كان متأذي شويه. بيقول في نفسه ما توقعتش الغبي ده هيفجر نفسه. المهم بعدها بيقوم من على السرير وبيقول لازم ادور على المعلم سونج الاول. بس ده اول ما خرج لقى كل سكان القريه واقفين قصاده. الشاب ده ساعتها بيكلم الشخص اللي قدامه وبيقول له يا عم ده ما يتقارنش بالعجوز اللي لقيناها حتى. بيقول له اذا كان ملوش اي لازمه فيلا بينا نمشي من هنا. شو بقى كان واقف ومش فاهم اي حاجه ولكن بيمسك الشاب ده. بيقول له مين هو العجوز اللي اتكلمت عنه؟ الراجل ده بيقول له انت مسكته ليه؟ ولكن صاحبه بيقول له استنى هو بس بيسال عن العجوز اللي اتكلمنا عنه. بيقول له بعدها على مكانه وشو بيشكره ومشى. صاحبه بعدها بيقول له ما سبتنيش اهجم عليه ليه؟ بيقول له انت اعمى ولا ايه يا صاحبي؟ ده قدر يمسكني من غير ما اشعر بيه حتى. نرجع بقى لشو اللي كان عاوز يغير هدومه. بيضرب الشاب ده واخد منه هدومه وبعدها توجه على طائفه الارواح وده علشان هو ما سمعش عنها غير في حياته السابقه. الحارس ده ساعتها بيوقفه وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ شوف في الاول ما بيعبروش ولكن الراجل بيقول له انت ناوي على موتك ولا ايه؟ بيقول له انت ازاي تجرأت تيجي للطائفه ديت؟ على اي حال لو كنت عاوزني اسامحك فالحس الارض بلسانك وساعتها افكر. الواد شو بقى بيتعصب منه جامد وضم ريح يا خنزير انت. بس ده شو مش هو اللي عمل كده ولا حاجه. الطالب ده بيقول له انت ازاي تجرأت تعمل كده؟ ازاي تتنمر على طالب خارجي من غير اي سبب؟ حارس البوابه بيتعصب جامد وقال له لو كنت راجل اظهر نفسك. بس ده اول ما شافه بيقطع حس خالص. بنعرف ان هو ده كبير التلاميذ ليه في احدى اجنحه طائفه الارواح. الحارس طبعا بعد ما عرف ان هو ده ليه ما بيقدرش يفتح معاه بقه خالص. الواد شو بقى كان شايف ليه وهو عمال يتفاخر بنفسه وبيقول ما توقعتش انه منافق بالشكل ده، لازم انا استغله احسن استغلال. بيشكر ساعتها ولكن ليه بيقول له ولا حاجه. البنت دي اول ما شافته بتقول هو ازاي اجل هنا والشكل فيه ان في الموضوع يا صديقي. شو بعدها بيروح للحارس اللي اهانه وهب رزعه كف علم عليه قدام الكل. الحارس بيتعصب جامد ولكن ليه بيقول له انت ما سمعتش انا قلت ايه ولا لا؟ بس حرفيا بيكون مولع علشان تم استغلاله من قبل شو. بيقول في نفسه لازم اقتله باسرع وقت ممكن. شو بعدها بيشكره للمره الثانيه وبيقول له بما انك ساعدتني فانا مستعد اعمل لك اي حاجه. ليه بعد ما سمع كده بيرجع في كلامه وبيقول له لو كنت عاوز تساعدني فعلا ففي حبه صقلتها ومحتاج حد يجربها. شو بيقول له تمام ولكن من روحه القتاليه بيعرف انه شخص مش طيب خالص. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انتظرونا بالحلقات القادمه من حكايه شو. وبس كده يا بطل لحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا. مستني منك لايكك الجميل وكومنتك في التعليقات علشان اعرف ان الحكايه عجبتك ولا لا. وما تنساش تصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه واشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام.